يبدأ الفيلم بحكاية تاريخية بين قصة الحب ما بين الملكة كليوباترا والملك أنطونيوس، وبنعرف قصة حبهم. بس المهم إن بنعرف برضه إن أنطونيوس عطى هدية لكليوباترا في جوازهم، والهدية دي كانت عبارة عن 3 بيضات مصنوعين من الذهب ومتزينين بمجوهرات قيمة جدا ونادرة. والفترة طويلة جدا جدا الناس كانت فاكرة إن الكلام ده كله مجرد أسطورة مش أكتر، ولكن في 1907 في مزارع مصري لقى بيضتين وهو بيحفر، بس 2 بس، ولحد النهارده مفيش أي معلومة عن البيضة التالتة. وحاليا في بيضة من الاتنين في متحف روما، والبيضة التانية اتباعت في مزاد. وبيكون في شخص بيعمل بيضة شبه تماما البيضة اللي شفناها في أول الفيلم، وبنروح لمدينة روما وبنشوف عميلة من الانتربول اسمها داس مع عميل في الاف بي اي اسمه جون. والاتنين اتعاونوا مع بعض بسبب ان جات لهم معلومه بتقول ان واحد من اشهر واشطر الحراميه في العالم عايز يسرق البيضه دي من المتحف في الوقت ده. ولما جون بيقول الكلام ده لمدير المتحف، مدير المتحف بيستغرب هو جون جاب المعلومات دي كلها منين. فجون قال له انه عرفها من الفيل، بس المدير بيقول ان الفيل ده مجرد اسطوره عاملينها علشان يخوفوا الناس بيها. ولما بيوصلوا للبيضه بيلاقوها مكانها، ولكن جون بيقول لهم انها ممكن تكون اتسرقت اصلا، وبيجيب جهاز استشعار ويبص على البيضه وبيلاقيها داكنه او مكتومه، ويقول لهم ان البيضه الاصليه مدهونه بالذهب، يعني المفروض تكون متوهجه في الجهاز مش لونها كاتم او كده. وعلشان جون يثبت كلامه ده بياخد مشروب غازي من طفل وبيقلبه على البيضه، وبيلاقي البيضه بتذوب، وبيتاكدوا انها بيضه مزيفه، وبيقفلوا المكان كله علشان محدش يطلع. وبيكون في واحد في المكان ده اسمه نولان، ولما بيلاقي الابواب بتقفل بيطلع يجري بسرعه، وبيطلع جون يجري وراه، والمفتشه داس ورجالتها بيقفلوا المكان من الناحيه الثانيه. وبتستمر المطارده من نولان وجون، اللي بتثبت ان نولان ذكي جدا، هو مش معتمد على قوته في السرقه على قد ما هو معتمد على ذكائه. وبتفضل مستمره المطارده لفتره لحد ما نولان بياخد الموتوسيكل وبيهرب من المكان، ولما جون بيلحقه بيعمل حادثه ومش بيعرف يكمل المطارده. وبعد كام يوم بيوصل نولان على بيته اللي في جزيره في بالي، وبيدخل وبيطلع البيضه اللي معاه، وبيلاقي جوه في البيت جون والمفتشه داس ورجاله الشرطه. وجون بيقول لنولان انه قدر يحلل شخصيته لان هو اصلا شغال محلل شخصيات في الاف بي اي. بيقول لنولان على الحاجات اللي قدر يعرفها من شكله، وهي انه وحيد وما عندوش اخوات، وابوه شغال في الشرطه او اي مجال تبع تطبيق القانون، وامه شغاله في مجال التعليم وفي مكانه كويسه. وكمان بيقول له انه بدا يسرق بسبب المتعه والتمرد، لانه من عيله ماديا كويسه جدا ومش محتاج سرقه، بس بيحب يسمع الناس بتجيب في سيرته. وبيقول له كمان ان انت بتحب جدا تسرق الاعمال الاثريه والفنيه، زي مثلا لما سرقت لوحه سيده القبعه الحمراء. ونولان بيقول له انت ما تقدرش تثبت حاجه زي كده. فجون بيبص على الحيطه وبتكون اللوحه متعلقه عليها عادي جدا. وبيكمل جون كلامه بيقول له نولان ان انت بتحب تسرق لوحدك علشان محدش ياخد منك الفضل. ولما نولان ساله انتوا عرفتوا مكاني منين، فجون قال له الفيل هو اللي قال لنا على مكانك. تاخد داس البيضه من نولان وبتقول له انت رهن الاعتقاد ومطلوب القبض عليك في اكتر من 10 دول. والشرطه بتقبض على نولان وبياخدوه لعربيه الشرطه، وجون بيحط البيضه في عربيه غير بتاعه نولان وبيروح يركب العربيه اللي فيها البيضه. ولما بيركب العربيه السواق بيقول له ان باب العربيه اللي ورا مفتوح، وبتكون في واحده تبع الشرطه بتاخد البيضه وبتبدلها بواحده تانية. ولما جون بيروح يشوف بيلاقي ان باب العربيه مقفول والبيضه كمان في مكانها، وبتمشي العربيه وبتكون البت دي مستخبيه تحتها. ولما بتخلع الماسك بنشوف وشها، بس لحد دلوقتي مش بنبقى عارفين هي مين. وبعد كده بيكون جون قاعد في البار ومجهز نفسه علشان هيسافر، ولما بتيجي راس بتتكلم معاه بلهجه عنيفه شويه، وبترمي البيضه وبتتكسر، وبتتهم جون ان هو اللي سرق البيضه. ولكن جون بيقول لها يبقى كده اكيد نولان عطانا بيضه تانية مش الاصليه. فداس بتقول له انها بحثت في الحساب البنكي بتاعه وعرفت ان يوم سرقه البيضه جون استلم مبلغ 8 مليون دولار في حسابه. وبتقول له كمان انها كلمت الاف بي اي وسالت عن جون، ولكن الاف بي اي قالوا ان مفيش اي حد شغال معاهم في تحليل الشخصيات اسمه جون. وداس بتقبض على جون بتهمه سرقه البيضه وانتحال شخصيه ضابط. وبيدخل جون سجن في روسيا مشدد الحراسه، ولما بيدخل الزنزانه بيلاقي اللي معاه في الزنزانه يبقى نولان. ولما بيكونوا لوحدهم في الزنزانه بتبدا علاقتهم ببعض تبقى قهوه شويه. ونولان بيقول لجون ان الفيل قدرت تضحك عليهم هما الاثنين، وبيقول له كمان ان في راجل اعمال مصري عرض عليه 300 مليون دولار لو قدر يجيب له ال3 بيضات قبل فرح بنت علشان يديهم لها هديه. فجون بيساله ازاي وانت كل اللي معاك بيضه واحده وما تعرفش فين الثانيه، وغير كده الثالثه مختفيه من زمان ومحدش يعرف مكانها. فنولان بيقول له ان البيضه الثانيه عند تاجر اسلحه كبير وصاحب عصابه كبيره وشهيره جدا واسمه سوتو، والبيضه عنده في اوضه كده مليانه اثار بيحب يحط فيها كل الاثار اللي هو سارقها او شاريها، وانا كان زمان المفروض دلوقتي رايح اسرقها لولا وجودك. فلما جون بيسمع الكلام ده بيقول له اوعى تقول للناس اللي هنا ان انا ضابط شرطه علشان لو عرفوا انا هتعمل شاورما. فنولان بصوت عالي بيقف وبيقول له اكيد اكيد مش هقول للناس اللي هنا ان انت ضابط، وعمال يعلي صوته. ولما مجرم بيجي بعد ما سمع الكلام ده بيجي لجون علشان يشاكل فيه وبيرمي عليه طبق الاكل، ونولان بيقول له ولا يهمك وبيديله طبق تاني وبيرميه عليه برضه. فبيقف جون علشان مش هينفع يسكت اكتر من كده، بس المسجون ده بيرزع جون واحده كده بترميها على الارض، وبيحصل شغب في قاعه الاكل وبيجي الحراس علشان يلموا الدنيا هنا. ولما بيرجعوا على الزنزانه
جون بيمسك نولان وبيقول له انت ايه مشكلتك وليه عملت كده، وبيجي الحراس علشان ياخدوهم لمأمور السجن. ولما بيروحوا هناك بيلاقوا البنت اللي سرقت البيضه من العربيه، بس هم ما يعرفوش ان هي اللي سرقت البيضه طبعا، وبيعرفوا من البنت دي انها هتبقى الفيل اللي عامل كل المصايب دي او اللي عامله كل المصايب دي. وتقول الفيل ان هي اللي ركبت التليفون بتاع الاف بي اي علشان ترد على مكالمه بس لما كانت ترن علشان تسال عن جون، وقالت لها ان مفيش اي عميل للاف بي اي في ايطاليا اسمه جون اصلا، وانها ما تعرفش مين هو الشخص ده. تقول كمان ان هي اللي حطت ال 8 مليون دولار في حساب جون علشان تبان كانها ثمن سرقه البيضه، تشكرهم على البيضه الاولى من الثلاثه اللي هي عايزاهم. بتقول لنولان انها في طريقها علشان تسرق البيضه الثانيه، وبتطلب منه انه يقول لها على مكان البيضه الثالثه قصاد انها تخرجه من السجن، وكمان هياخد نسبه بسيطه من الفلوس. بس نولان بيرفض الكلام ده، وقالت له انها هتمشي دلوقتي وهتبقى ترجع بعد كده، يمكن نولان يغير رايه ولا حاجه. وجون ونولان هم شغالين في السجن، جون بيقول لنولان ان هم لازم يلاقوا خطه علشان يقدروا يخرجوا من هنا، وجون يقدر يمسك الفيل ويحبسها على جرائمها. وبالليل في الزنزانه جون بيسال نولان على طفولته، وبيقول له انت ازاي بقيت شخص زي كده، وليه بتسرق اما انت مش محتاج الفلوس بتاعت الحاجات اللي بتسرقها، وغير كده انت اصلا ابن ظابط. فالنقله بين الاثنين بعيده شويه. ولونان بيقول له ان في يوم من الايام ابويا اتهمني ان انا سرقت الساعه بتاعته من المكتب، وقعدت احلف له ان انا ما سرقتش اي حاجه، لكن هو ما صدقنيش وما رضيش يتكلم معايا. وفي يوم ابويا لقى الساعه وانا شفتها، ومع كل ده ابويا برضه فضل متضايق مني وما جاش يعتذر لي على اتهامه ليا بالسرقه. وقتها حسيت ان طالما انا كده شلت الذنب يبقى ايه اللي هيفرق. وتاني يوم بتبدا خطه الهروب، واول حاجه فيها انهم هيجذبوا الانتباه لأوضة الغسيل عن طريق تفاعل كيميائي كده هيعمل انفجار في المكان، وده هيضربوا الحراس ويخرجوا من الجناح ده. ولما بيوصلوا الباب مقفول بيخرج على بره، نولان بيطلع كارت الباب اللي سرقه لما جون كان بيتخانق مع المجرم امبارح. ولما بيخرجوا للساحه اللي بره بيكون نولان رصص السور على اساس لو شالوا طوبه واحده السور كله يقع. ولما خرجوا من السور وهم بيعدوا من المكان المرعب ده نولان كان هيقع، ولكن جون بيلحقه. وبعد ما عدوا السور بيحصل اشتباك بالنار مع الحراس اللي في المكان، ونولان بيخلي جون يغطيه لحد ما يروح يجهز الطياره اللي هيهربوا بيها. ولما الطياره بتجهز جون بيقفل الباب على الحراس وبيطلع يجري علشان يركب الطياره، ووقتها جون بيلحق حبله وبيقدر يطلع للطياره على اخر لحظه. واول ما بيركب الطياره الحارس بيضرب بازوكا على الطياره، ولكن جون بيفتح الباب والطلقه بتعدي منها عادي من غير ما يموت، وبيهربوا هما الاثنين من السجن. وبعد كده بتكون الفيل في مكتب التحقيقات، وبتكون رابطه الموظف وبتستخدم الكمبيوتر بتاعه في انها تبعت رساله للبث وبتقول لها ان نولان وجون هربوا من السجن. وبيوصل نولان وجون لواحد صاحب نولان وبيكون جايب لهم طياره وبيركبوا فيها. ونولان بيقول لجون الخطه اللي هيسرق بيها البيضه الثانيه، وبيقول له ان البيضه موجوده في اوضه عليها حراسه 24 ساعه، وكمان الممرات اللي بتوصل الاوضه دي كلها مليانه كاميرات وحراس، وان الوقت الوحيد لدخول الاوضه دي هو في اقل من دقيقه، وده الوقت اللي الحراسه فيه بتغير الورديه بتاعتها. والباب اللي بيدخل الاوضه معمول ببصمه، بس مش بصمه ايد بس، لا معمول ببصمه العين وكمان بصمه الصوت، ودي سهله جدا عن طريق الذكاء الاصطناعي والديب فيك الامور هتتحل. وكمان بيقول له ان الكود اللي هيفتح الباب ده بيتغير كل 5 دقايق، والكود بيجي على التليفون بتاع تاجر السلاح اللي اسمه سوتو، وهو ده الراجل اللي رايحين يسرقوا من عنده البيضه. وبيروحوا هما الاثنين الحفله التنكريه بتاعت سوتو علشان ده وقت المهمه، وبيروح جون الحفله على اساس انه ضيف، وبيكون موجود نولان على اساس انه واحد من الناس اللي بتنزل المشاريب، وهما الاثنين بيكونوا بيفكروا ازاي هيقدروا يسرقوا التليفون بتاع سوتو. وجون واقف بيلاقي الفيل في الحفله وبيبلغ نولان بكده، وبيروح جون يتكلم معاها. ولما الفيل بتقول له ازاي ظابط وجاي هنا علشان تسرق بيضه اثريه، جون بيقول لها انا هنا علشان خاطر اثبت براءتي ومش مهتم بسرقه البيضه. وبيسيب نولان في انه ياخد الموبايل والبصمه وبيرقص مع الفيل علشان يقدر يشغلها عن نولان واللي بيعمله. ولما بيرقصوا صوته بيشوفهم وبيحس بغيره منه، وبيسيب الكوبايه بتاعته مع الساعي وبيروح للفيل وجون، وبيكون الساعي اللي خد الكوبايه ده هو نولان، وبكده بقى معاه البصمه. ولما بيروح صوته يطلب من جون انه يرقص مع الفيل، جون وهو ماشي بيخبط فيه وبيسرق منه الموبايل، وبكده يكونوا خدوا اللي هم عايزينه. وتكون وصلت الحفله مفتشه داس، وجون ماشي بيخبط في نولان وبيكب عليه المشاريب، ونولان بيقعد يقول له انا بعتذر جدا من حضرتك ويا ريت تيجي معايا علشان ننظف الكلام ده. وهم رايحين بينظفوا البدله نولان بيخترق كاميرا المراقبه وبيثبت الصوره على فريم فاضي علشان الامن اللي قاعد يتفرج يبقى شايف ان الامور تمام ولسه الوضع امن. ووقتها بتيجي الدقيقه بتاعه تغيير الحرس، وبيدخلوا في الوقت القليل ده وبيقدروا يدخلوا وبيوصلوا عند الباب اللي محتاج كميه البصمات دي والرقم السري علشان يفتح. وهم بياخدوا بصمه الايد الكوبايه بتقع تتكسر والبصمه بتضيع، ولكن نولان ابن المحظوظه بيلاقي فيه بصمه سليمه لسه على الكوبايه، وبياخد بصمه الايد والكود وبيستخدم الديب فيك علشان يفتح الباب بصوته وبصمه عين صوته. وحراس الامن بيجي لهم انذار ان الخزنه اتفتحت، ويبصوا على الكاميرات بيلاقوا ان صوته في الحفله، فبيعرفوا ان الموضوع فيه سرقه وبيبلغوا بقيه الحرس. وقبل جون ونولان ما يدخلوا الاوضه بتيجي رص وبترفع عليهم السلاح وبتتهم جون وبتقول له انا كان عندي حق لما شكيت فيك من الاول انك حرامي، وكمان تطلع انت ونولان عصابه واحده. وجون بيقول لها انا هنا علشان خاطر اثبت براءتي مش جاي اسرق ولا الكلام ده، فبتدي له كلبشيات علشان يقبض على نولان ويصلح غلطته. ولكن جون
جون بيكذب عليها وبيعمل كانه كلبش نولان وبيخبط المسدس بتاع داس وبيقع منها وبيدخلوا الاوضه اللي فيها البيضه ويقفلوا على نفسهم. ولما اخيرا بيلاقوا البيضه قدامهم وقبل ما ياخدوها بيلاقوا الفيل موجوده وجايه علشان تسرق البيضه قبلهم، بس هي جت من غير كل افلام الاكشن دي كلها. ولما جون بيشوفها بيحاولوا انه يعتقلها، بس الفيل بتطلع نينجا وبتدخل فايت مع جون ونولان والاتنين بتمرمطوا. وفي نهايه الفايت ده الفيل بتربط نولان وجون بالكلبشات اللي كانت مع جون وبتاخد البيضه وبيدخل صوته والرجاله، وبنشوف ان الفيل كانت معرفه صوته ان نولان وجون جايين يسرقوا البيضه وكانت متفقه معاه على كل اللي حصل ده، وصوته بيخطفهم. وتاني يوم بيكونوا مربوطين في مكان غريب كده، وبتيجي الفيل وبتقول لهم ان هي وصوته عملوا اتفاق انهم هيساعدوا بعض في انهم يلاقوا البيضه الثالثه بما انها هي معاها بيضه وصوته معاه بيضه، وبتطلب من نولان انه يقول لهم على مكان البيضه الثالثه، ونولان بيرفض يتكلم. وقتها الفيل بتقول له ان هو لو ما اتكلمش هي هتعذب جون. وقتها نولان بيقول طب والله كويس جدا انا مش هتكلم، وبتروح الفيل تكهرب جون وكل شويه تعلي الفولت لحد ما وللمفاجاه نولان بيقول لها خلاص هعترف، وبيقول لهم ان البيضه موجوده في مصر في مكان سري وبيعرفهم المكان ده. ولما بتاخد المعلومه دي بتفرح جدا هي وصوته وبيشربوا شمبانيا بمناسبه الخبر ده، وتكون الفيل حتى لصوته مخدر في الشمبانيا ولما بيشربها بيغمى عليه، وبتاخد البيضه الثانيه وبتمشي من غير ما توسخ ايديها ولا تتعب نفسها حتى. وبعد شويه لما بيصحى صوته بيكون مش شايف كويس وبيفضل يضرب على نولان وجون نار بشكل عشوائي، وهو بيضرب بتيجي رصاصه في السلاسل وجون بيفك نفسه وبيضرب صوته. وقبل ما يفك نولان بيقول له انت ليه سبتني اتعذب كل ده، ما كان ممكن تقول على مكان البيضه من الاول. وقتها جون بيقول له انه كذب على الفيل وان البيضه اصلا مش في مصر ولا حاجه، وبيطلعوا يجروا من المكان ده. ولما بيطلعوا بيلاقوا نفسهم في حلبة مصارعه تيران اسبانيه والطور في طريقه ليهم، ولما بيجي يرجعوا بيلاقوا صوته تحتهم وبيضرب عليهم نار، وبيطلعوا يجروا والطور بيخبط صوته وجون. وبعد كده جون ونولان بيطلعوا من الحلبة وبيعرفوا يهربوا وبيركبوا قطر. وهم في القطر جون بيسأل نولان عن مكان البيضة ونولان بيكون رافض انه يتكلم. وبعد شوية كلام نولان بيقول لجون ان كان في واحد اسمه رودولف، وده كان من الناس المقربين لهتلر وكان تاجر اثريات، وفي اشاعات كتير بتقول ان هو اللي كان معاه البيضة الثالثة. ولما رودولف هرب من المانيا للارجنتين خد معاه كذا حاجة وغالبا من ضمنهم البيضة. ولما مات المقتنيات بتاعته اتباعت في مزادات ومن ضمنها كانت الساعة اللي ابو نولان شاريها. ولما نولان مسك الساعة دي من فترة اكتشف ان الساعة فيها الاحداثيات اللي موجودة فيها البيضة. ولما بيوصلوا للارجنتين بيكونوا بيدوروا على البيضة في غابة، ووقتها جون بيقف يتكلم مع نولان ويقول له ان بالطريقة دي صعب نلاقي المكان. ووقتها بيتعصب نولان وبيرمي البوصلة بتاعته على الارض تعمل صوت مختلف عن اللي المفروض يحصل. ولما بيحفروه بيشوفوا ان المكان هم واقفين فيه حاليا، وبيفتحوا الباب وبينزلوا تحت للملجأ. ولما بينزلوا بيلاقي في باب تحت، والباب ده ناقصه حاجة علشان تفتح، وبتكون الحاجة دي هي الساعة بتاعت ابو نولان. ولما بيحطها في الباب بيفتح، وبيدخلوا مغارة علي بابا اللي فيها ما لذ وطاب من اي حاجه نادره، اسلحه، اثار، عربيات، كل حاجه، ويلاقوا البيضه الثالثه موجوده. وقبل ما يفرح نولان بالبيضه بيلاقوا قدامه الفيل رفع عليه السلاح وبتهدده انها لو ما خدتش البيضه هتقتله. وقبل ما نولان يسلمها البيضه بتيجي المفتشه داس وعناصر الشرطه الارجنتينيه وبيحصل تبادل اطلاق نار بينهم. وبعد شويه نولان وجون والفيل بياخدوا العربيه وبيلاقوا ممر طويل قدامهم وبيحاولوا ان هو يهربوا منه، والشرطه كمان بتطلع وراهم بعربيه وبيحصل تبادل اطلاق نار في مشهد ولا اروع بصراحه. وفي وسط القتال ده بيلاقوا ان النفق اللي هم فيه خلاص هيخلص اهو. ولما النفق بيخلص بيلاقوا نفسهم بيقعوا في الميه، وبعد ما بيقعوا بيطلع نولان وهو معاه البيضه وبيقف محتار ياخد البيضه ويمشي ولا يستنى صاحبه جون ولا يعمل ايه. ولما بيحاولوا انه يمشي بيرجع تاني وبيسيب البيضه وبينادم على جون، وجون بيجي من وراه وبيستغرب هو منين نولان بقى عنده مشاعر. وهم واقفين بيلاقوا الفيل طالع من الميه وما فيهاش نفس لجري ولا اي حاجه، وبيروح لها نولان وبيقول لها انا وجون كسبنا وهنعرف نرجع البيضتين اللي انت سرقتيهم، وبيقول لها كمان ان انت دلوقتي هتتسجني وجون هيقدر يبرر اسمه من الكلام ده كله. وبيروح جون علشان يقبض على الفيل، ولكن المفاجاه لما نولان بيلاقي ان الفيل وجون يبقوا مع بعض اصلا وكل الكلام ده خطه منهم، وانه كان مجرد طريقه يقدروا يعرفوا من خلالها مكان البيضه الثالثه، وبيربطوه في شجره وبيسيبوه وبيمشوا. وبيروحوا فرح رجل الاعمال المصري علشان خاطر يدوله ال3 بيضات وياخدوا الفلوس، وبيكونوا في اغرب قاهره ممكن تتشاف في الحياه. ما اصل العادي بتاعنا هنا في مصر ان احنا بنجيب ايد شيران يغني، وبتيجي المفتشه بس اللي لها سلطه في الكوكب كله تقريبا علشان خاطر تقبض على الرجل الاعمال المصري بتهمه بسبب انه معاه اثار مش قانونيه، واساسا هو الوحيد في الفيلم اللي له علاقه بالبيض ده. وبعد مده بيكون جون وحبيبته الفيل في البحر على يخت فرحانين جدا وبيقضوا وقت سعيد، وبيلاقوا ان نولان طلع لهم من تحت بيقول لهم ان بعد ما جون ربط ومشيوا المفتشه بس قبضت عليه، ولكن كالعاده عرف يهرب منها. وبيقول لهم كمان ان الفلوس بتاعه البيض اللي اتباعت اتجمدت وراحت للحكومه. وبعد ما بقوا كلهم على الحديده عرض عليهم ان هم ال3 يعملوا عمليه جديده ويوافقوا، وبياخدهم نولان وبيهربوا من المكان لانه كان قايل لداس على مكانهم. ولما داس بتيجي وما تلاقوهمش ترجع على المكتب بتاعها وتحطهم على القائمه الحمراء للاكثر المجرمين طلبا. وبعد كده بيروحوا هم ال3 لمتحف اللوفر علشان يبداوا مهمه جديده يكونوا هم ال3 مع بعض فيها.
بيبدأ الفيلم بشخص نازل بباراشوت في مدينة وهمية اسمها فري سيتي، ويكون الشخص ده بيعمل أي حاجة هو عايزها، بيسرق عربيات وبيفجر عربيات الشرطة والناس اللي معدية في الشارع، وكل ده غير كمية الشرطة اللي بتجري وراه أصلا، ولا كأنه جايب 6 قواضي في GTA. وبيكون في شخص بيشرح لنا وبيقول لنا إن الراجل ده يبقى من أصحاب النضارات، ودول هم ملوك المدينة، يعملوا اللي هم عايزينه في الوقت اللي هم عايزينه. وبعد كده بنروح نتعرف على الشخص اللي بيتكلم وبيقول لنا إن هو اسمه جاي، وإنه طول عمره عايش في فري سيتي ما طلعش منها، وبنشوف حياته وروتينه اللي كل يوم عمال يتكرر. وهو ماشي في الشارع بيقابل صاحبه بادي، وهم في طريقهم للشغل بيلاقي واحد بيسرق محل شخص، والغريب ان ولا حد من الثلاثه اتاثر بالسرقه دي، وكلهم بيتكلموا كانه ده الطبيعي والمفروض يحصل. وجاي وبادي بعد ما بيروحوا البنك اللي هم بيشتغلوا فيه، بيكون جاي شغال موظف عادي وبادي شغال حارس امن. جاي بيشوف 2 كبار في السن، وقتها بيفتكر ان بقاله فتره طويله جدا بيدور على شركه حياته ومش لاقيها، وهم في البنك بيدخل عليهم عصابه وبيرفعوا عليهم الاسلحه وبيهددوهم. بس الغريب ان جاي وصاحبه بادي الاتنين نزلوا على الارض زي ما العصابه قالت، وقعدوا يكملوا كلامهم ولا كأن اي حاجه حصلت. وبعد ما جاي وبادي بيخلصوا شغل بيطلعوا يتمشوا في الشارع، وبتكون في بنت معديه، والغريب انها عماله تقول نفس الكلام اللي كل الناس بتقوله، وكانها حافظه الناس دي بتعمل ايه وهتعمل ايه، وبتبقى ماشيه بتغني. ولما بتعدي من جنب جاي، البنت قالت الجمله المعتاده بتاعت جاي، ولكن هو ما قالش الجمله دي، وقال لها الاغنيه اللي انت بتغنيها دي حلوه جدا. فالبنت اللي اسمها ميلي بتستغرب جدا ان جاي قال جمله مختلفه عن اللي هي كانت متوقعاها، وبعد كده بتسيبه وبتمشي. وبيكون جاي معجب جدا بيها وبيقول ان هي دي فتاه احلامي، وبيروح علشان خاطر يكلمها، ولكن هو بيحاول انه ينادم عليها، بيجي قطر وبياخده في سكته. وبعد كده بنشوف ميلي الحقيقيه وهي قاعده بتلعب لعبه اسمها فري سيتي، وبنعرف ان فري سيتي دي مجرد لعبه على الكمبيوتر، وميلي بتلعبها بسبب انها رافعه قضيه على المطور اللعبه دي، والدليل اللي هيكسبها القضيه موجود داخل اللعبه. ولو مش فاهمين قوي كده هنشرح الموضوع ده بالتفصيل قدام. وتاني يوم بيصحى جاي من النوم وبيعمل الروتين بتاعه المعتاد، ولما بيروح للكافيه علشان يطلب الطلب بتاعه المعتاد، بيقرر ان النهارده هيغير ويشرب حاجه مختلفه. وقتها كل الناس اللي حواليه بتبص له باستغراب وكانهم قطيع، وجاي بيحاول انه يخرج بره القطيع ده. فلما جاي بيلاقي ان الموضوع كبر شويه، بيقرر انه خلاص هيشرب المشروب العادي بتاعه علشان يعدي الموقف ده. وتاني يوم في الشغل بييجوا الحراميه علشان يسرقوا البنك عادي، وجاي بيعمل زي كل مره، ولكن هو نايم على الارض بيلاقي ميلي معديه من قدام البنك، وبيبقى جاي معجب جدا بيها. بس صاحبه بيقول له يا ابني سيبك منها، دي من الناس اصحاب النضارات الشمسيه، ودول علة القوم يعني. فجاي قرر ان هو هيروح يكلمها، وهو كمان هيجيب نضاره شمس. وبيقف جاي وبيحاول انه يقاوم الحرامي، وبنشوف بنتين قاعدين قدام الكمبيوتر بتاعهم ومستغربين من اللي جاي بيعمله، لان بالنسبه لهم الكلام ده عكس اللي المفروض يحصل في اللعبه. وبيفضل جاي يقاوم الحرامي لحد ما بيقدر انه ياخد منه النضاره، ولما بيطلع وبيلبسها بيلاقي ان الحياه كلها اختلفت من قدامه، وبيبقى في قائمه مهمات، وفي البتاعه بتاعت الهيلث دي اللي بتجدد له الهيلث بتاعه، يعني الحياه بتبقى زي الالعاب بالظبط. وبيفضل جاي مستمر في العالم ده وهو منبهر بيه. وبنروح للشركه اللي طورت اللعبه دي، بيكون في 2 مطورين بيشوفوا موضوع جاي ده، والطبيعي ان هم هيفهموا ان في حد اخترق اللعبه وقرر انه يلعب بشخصيه موظف البنك، لان الشخصيه دي مش متاح ان حد يلعب بيها، وده طبعا ضد قوانين اللعبه. والاتنين دول اللي هم اسمهم كيز وموزر، الاتنين بيقرروا ان هم هيدخلوا اللعبه، ولانها لعبه عالم مفتوح. طب تمام، هنا في حاجات لازم نشرحها الاول عشان خاطر الناس تفهم شويه اساسات. بص يا بهوات، اللعبه دي لعبه عالم مفتوح اونلاين. يعني ايه؟ يعني انا بدخل بلعب بشخصيه انا بختارها، وغيري كتير بيعملوا نفس الموضوع ده. فاللعبه بتخلينا كلنا مع بعض في نفس المدينه، وبنبقى شايفين بعض، ونقدر كمان في مهمات معينه نساعد بعض. تمام، بس كل واحد فينا بيبقى ليه مهمات يعملها لوحده. ويبقى في شخصيات في اللعبه دي اللعبه حطاهم من باب الواقعيه، زي مثلا انك لو دخلت محل تشتري جزمه اكيد لازم تلاقي حد شغال جوه او 2، يعني ده طبيعي. او مثلا انك تدخل البنك تلاقي محاسب، وتلاقي موظف امن، وتلاقي مثلا ناس شغالين في البنك، وتلاقي ناس جايه تاخد فلوس او تسحب فلوس، لان ده بيحصل طبيعي. كل الناس دي موجوده في الحاله حقيقيه، بس محدش هو بيلعب اللعبه دي هيجيب لنفسه ملل ويروح يختار الشخصيات دي ويلعب بيهم. فعلشان كده اللعبه بتحطهم من فكره ان هم يكونوا موجودين بس. وفي العاب تاني بتبقى حطاهم بسبب ان هم هيدولك مفتاح، او هيشاوروا لك على حاجه، او هيساعدوك انك تعدي المرحله دي. من غيرهم الموضوع هيبقى رخم شويه، ولكن هم ما ينفعش يتلعب بيهم وهم موجودين كده وخلاص. وبيبقى متحدد لهم اوامر معينه مش بيخرجوا بره الموضوع بتاعها، لانهم ما ينفعش يعملوا اي حاجه تاني، لان هم متبرمجين على كده. يعني مثلا يفضل ماشي في خط معين، او يقول كلمه معينه، ولو اللعبه كبيره ومصروف عليها فالخطوات دي بتبقى زياده شويه، فيقدر يقول بدل الكلمه الواحده يقول كذا كلمه في كذا موقف معين. وبيبقى اسمهم شخصيات غير قابله للعب، NPC Non Player Character. فلما نقول بعد كده NPC تبقوا فاهمين انا بتكلم عن ايه. اتمنى يكون الشرح اتفهم، لان حاجات زي دي مهمه جدا في اننا نفهم الفيلم. وبنرجع تاني للفيلم. الاثنين المطورين دول لما شافوا موضوع جاي قرروا ان هم يدخلوا اللعبه بنفسهم ويتكلموا مع الشخص اللي بيلعب ده، ويعرفوه ان اللي بيعمله ده مش قانوني. بس المفاجاه لما بيدخلوا يتكلموا جاي، بيكون جاي مش فاهم اي حاجه من اللي بيقولوها له، ومش فاهم يعني ايه مش قانوني اصلا. ولما الكلام بيشد جاي بيخاف وبيطلع يجري لحد ما بيوصل لموقع تحت الانشاء، وهناك جاي بيعرف انه يطير مسافه طويله جدا، وهو طبعا بيكون مستغرب من حاجه زي كده.
والاتنين المطورين طالعين يجروا وراه، بيقدروا ان هم يغيروا اجزاء كتيره جدا من الماب علشان خاطر يقدروا يوصلوا لجاي، لحد ما جاي بيخرج بره المكان ووقتها بتخبطوا عربيه. وبعد ما بيخلصوا على جاي، كيز بيقول لموزر ان في حاجه غريبه، احنا بعد ما خرجنا جاي من اللعبه عدد اللعيبه ما اتغيرش. فموزر بيقول له عادي يا معلم، ممكن يكون السيرفر فيه مشكله، بس اهم حاجه ما تقولش للمدير بتاعنا انطوان عشان لو قلنا له هيقعد يصدعنا. وبالليل بيروح كيز البيت وبيلاقي ميلي عنده وبتتفرج على التلفزيون للقاء ليهم هما الاثنين وهم بيتكلموا عن لعبه هما الاثنين اللي هيطوروها، ومبنيه بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي. يعني الشخصيات مش مجرد انها شخصيات بتقول كلام محدد وبتتحرك حركات محدده، لا دول عندهم شبه وعي خاص بيهم، يقدروا يتصرفوا زي ما هم عايزين وزي ما الموقف متطلب. وحاجه زي دي هي ثوره في عالم التكنولوجيا وصناعه الالعاب، هيكسروا بيها الدنيا وهيستعينوا بانطوان علشان خاطر هو اللي هيمول اللعبه وينشرها. وبعد ما اللقاء ده بيخلص، ميلي بتكلم كيزو بتقول له ان انت ازاي راضي عن نفسك وانت شغال مع الراجل اللي سرق اللعبه بتاعتنا وحولها للعبه تانية خالص. فكيز بيقول لها مبدئيا اللعبه شراها انطوان وبعد كده ما عملش بيها اي حاجه، واللعبه اللي هي فري سيتي مش مبنيه على البرمجه بتاعتنا، دي برمجه تانية خاصه بيها هي. بس ميلي بتكون متاكده ان اللعبه اللي انطوان عمال يدخل منها الملايين دي مبنيه على كتير جدا من البرمجه بتاعتهم، بس انطوان بينكر حاجه زي كده علشان خاطر محدش غيره ياخد الفضل. وعلشان كده ميلي رفع قضيه على انطوان، والدليل اللي هي بتدور عليه موجود في اللعبه دي، وعرفت كمان ان الدليل ده يبقى موجود في حته معينه في الماب بتاعت اللعبه، والماب دي اللي هي الشوارع او الخريطه بتاعت اللعبه. وعلشان كده ميلي راحت لكيز علشان خاطر يساعدها، بس كيز بيرفض وبيطلب منها انها تمشي. بس ميلي بتروح على البيت وبتحاول لوحدها توصل للمعلومات دي، وبتدخل اللعبه وتروح للمكان اللي الدليل موجود فيه، وهي هناك بتراقب المكان بتلاقي جاي جاي جنبها، فبتستغرب جدا لانها كانت فاكراه ان بي سي، ودلوقتي هو بيتحرك وبيتكلم عادي. وبتاخده وبتروح لمقر الاسلحه بتاعها، وجاي بيحاول انه يعرض عليها انه يساعدها، ولكن لما بتلاقيه انه لسه في المستوى الاول بتقول له انت حاليا ضعيف جدا، وروح علي المستوى بتاعك وساعتها ممكن نتكلم. فجاي بيستغرب يعني ايه يعلي المستوى بتاعه، لان بالنسبه لجاي هو عايش حياه طبيعيه. ولما بتقول له ان المستوى بيعلى لما بتقتل ناس وتسرق بنوك وتعمل كل الحاجات بتاعت الالعاب دي، جاي بيقول لها انا مستحيل اذي ناس بريئه. فبتقول له خلاص لو مش عايز تاذي حد، انت لو قدرت تمنع الجرائم من انها تحصل وقتها المستوى بتاعك برضه هيعلى. وفعلا بيقتنع جاي وبيروح علشان يبقى عنده خبره ويقوي نفسه، ويروح جاي فعلا يلعب دور البطل في عالم كله قايم على العشوائيه والسرقه والقتل، وبينقذ ناس كتيره جدا من اللعيبه او من الام بي سي اللي موجودين في اللعبه. والموضوع ده بيتحول لترند عالمي، وكل الناس بتتكلم عن جاي، والاطفال بتلبس لبس وبيبقى شخصيه مشهوره جدا. يا جدع ده نينجا نفسه طلع اتكلم عنه. وجاي اخيرا بيوصل للمستوى اللي هو عايزه، وبعدها بيروح على البنك علشان يتكلم مع صاحبه بادي، وفي وسط الكلام بيدخل حرامي البنك، وكالعاده بادي بينام على الارض. بس وقتها جاي بياخد السلاح بتاع الحرامي وكمان النضاره بتاعته، ويقول لبادي امسك النضاره دي غيرت لي حياتي، خد انت كمان غير حياتك وشوف ان الدنيا اكبر بكتير من مجرد ان الواحد يكون شخصيه كماله عدد في لعبه. بس علشان خاطر جمال الرمزيه يكمل، بادي بيقول للجاي انا اسف يا صاحبي ما اقدرش اعمل كده، ويقرر انه ينام تاني على الارض. وبادي رفض التغيير ورفض الحريه، لان الحريه بتيجي بمسؤوليه على الفرد، ولكن بادي لحد دلوقتي حابب ان في حد يكون محدد له حياته ماشيه ازاي. فبادي بيقول له النضاره معايا يا اخويا، ولو في يوم من الايام قررت تغير رايك ابقى تعالى لي. وبيكون ميلي قدرت تقنع كيز انه يساعدها انها تدخل المكان اللي فيه الدليل اللي هي بتدور عليه، ولما بتدخل جوه بتاخد الدليل وهي طالعه بيجي رجاله امن بيضربوا عليها النار، وهي كمان بتضرب عليهم نار، ولكن بتكون خلاص هتموت والدليل اللي معاها هيضيع. فهو وقتها بيدخل جاي وبيخلص على الرجاله دي وبياخدها ويهربوا من المكان. بس للاسف ميلي مش بتقدر تاخد الدليل اللي هي كانت جايه علشانه. وهم بيهربوا كيز بيسال ميلي انت كنت بتكلمي مين؟ فميلي قالت له ده الشاب اللي بيلعب بشخصيه المحاسب. فكيز بيكون مصدوم لانه كان في السيرفر وشاف ان مفيش اي لعيبه موجودين في المكان ده غير ميلي، لان شخصيات اللعبه مش بتظهر لكيز في البدايه. وميلي وجاي الاثنين بيروحوا المقر السري بتاع جاي بيقعدوا يتكلموا، وميلي بتتفاجئ ان في صفات مشتركه كتيره جدا بينها هي وجاي، وكمان عندهم نفس المشاكل وعندهم نفس فلسفه حل المشاكل دي. وبعد كده ميلي بتسال جاي انت مين وبتشتغل ايه في الحقيقه، لانها ما تعرفش انه مجرد شخصيه في اللعبه. فجاي بيقول لها انا اسمي جاي عادي وشغال في البنك، بس ميلي مش بتصدقه، وبيروحوا ياكلوا مع بعض ايس كريم. وهناك ميلي بتتفاجئ لتاني مره ان النكهه اللي هي بتحبها جدا هو برضه بيحبها، والغريب بالنسبه لها ان النكهه دي مش ناس كتير قوي بتحبها. وهما بيتكلموا مع بعض ميلي بتقول لجاي اسمها الحقيقي مش اسمها اللي في اللعبه، وبتقول له يا ريت نتقابل في الحياه الحقيقيه، وبيكون جاي مش فاهم هي تقصد ايه. ونشوف ان ميلي الحقيقيه ابتدت تعجب شويه بجاي. في الوقت ده بيكون كلام ميلي عمال يتردد في دماغ كيز، اللي هو ان الاكواد والبنى الاساسيه بتاعت فري سيتي مبنيه على اللعبه بتاعتهم هما الاثنين اللي انطوان سرقها. وبيدخل على السيستم وبيشوف ان جاي اللي كل الناس بتتكلم عليه ده يبقى مجرد فعلا شخصيه في لعبه، وقتها بيفهم كل حاجه. وكيز بيروح بسرعه على بيت ايمي اللي كانت لسه بتلعب مع جاي من شويه، وبيقول لها ان لعبه فري سيتي فعلا مبنيه على لعبتنا انا وانت. كمان لما بنينا الذكاء الاصطناعي اللي بيحرك جاي حوله لشخصيه حقيقيه، ودلوقتي قادر انه يقوم بقرارات ويعمل حاجات هو عايزها منه لنفسه من غير ما حد يقول له عليها. وهم بيكتشفوا ان بعد 48 ساعه بس العالم بتاع جاي كله هيتدمر، لان انطوان ساعتها هيطلق فري سيتي 2 وفري سيتي 1 كل السيرفرات بتاعتها هتتدمر. وفي خلال
خلال الوقت ده لازم يلاقوا الاكواد بتاعتهم اللي تثبت ان اللعبه فعلا مبنيه على اللعبه بتاعتهم قبل ما العالم كله ينهار. وبتدخل ميلي اللعبه وبتقول لجاي على كل حاجه وتعرفه انه مجرد شخصيه ثانويه وان العالم كله مجرد لعبه، وكمان معاهم اقل من يومين بس والعالم كله ينهار. ومن الصدمه بيروح جاي يقف على البحر، وهنا بقى بتجيله فكره. لما بيمد ايده على الشط بيشوف ان العالم ده كله محدود وانه فعلا في لعبه وميلي مش بتكذب عليه. وبعدها بيقرر جاي انه لازم ينقذ العالم بتاعه، وبياخد صاحبه بادي وبيروحوا علشان خاطر يجيبوا الدليل اللي ميلي كانت عايزاه، لان جاي عارف ان لو ميلي معاها الدليل ده هتقدر تنقذ العالم. وبيروح فعلا يديهولها علشان خاطر لو خدت الدليل ده وطلع فعلا بايدين انطوان العالم بتاع جاي كله مش هيتدمر وهيفضل جاي عايش فيه. وفي الشركه اللي مطوره لعبه فري سيتي بيدخل انطوان وبيتكلم مع المهندسين بتوعه وبيقول لهم ان جاي مخلي كل الناس بتلعب فري سيتي ومحدش مهتم انه يشتري الجزء الثاني من اللعبه، والاسلوب ده كده لعبه فري سيتي الاولى مش هتتدمر، وممكن ميلي تقدر تلاقي الدليل اللي يثبت ان اللعبه دي بتاعتها وتدمر انطوان. فعشان كده انطوان بيحاول انه يتفق مع المهندسين على طريقه يقدروا يحاربوا بيها جاي ويخفوه من اللعبه خالص. في الوقت ده بيكون جاي قاعد مع ميلي وبيشوفوا الدليل، والدليل هو شريط فيديو، وفي الفيديو ده في اثبات ان العالم ده مبني على العالم بتاع كيز وميلي من غير ما هم ياخدوا اي حقوق ولا ياخدوا اي فلوس على الموضوع ده. ولما جاي بيشوف المكان اللي ميلي بتقول عليه بيقول لها انا عارف المكان ده كويس جدا، وقبل ما يكمل كلامه ميلي بتتثبت ومش بتتحرك هي وكل اللعيبه اللي في اللعبه، والعالم كله بيختفي لان انطوان امر بان العالم كله يتعمل له اعاده تشغيل مع مسح الذاكره المؤقته لجاي. ولما السيرفر بيرجع بتروح ميلي علشان تتكلم مع جاي وتعرف منه كان يقصد ايه لما قال لها انه شاف المكان ده قبل كده، ولكن الكارثه اللي شافتها ميلي وهي ان جاي فقد الذاكره تماما ومش فاكر اي حاجه، وبتكون خلاص فقدت الامل تماما. وقتها كيز بيرن عليها وبيقول لها ان الموضوع طلع فيه امل، وبيشرح لها وبيقول لها ان الشخصيه بتاعت جاي دي كانت متصممه علشان خاطر تعيش في اللعبه بتاعتهم هم، ومحور القصه بتاعت جاي انه هيفضل طول العمر مش لاقي شريك حياته. علشان الموضوع يبقى واقعي كيس حط مواصفات فتاة احلام جاي نفس مواصفات ميلي بالظبط، فعشان كده لما جاي شاف ميلي اتحول من مجرد شخصيه ملهاش لازمه لشخصيه حقيقيه بفضل ميلي. فميلي بتجيلها فكره وبتدخل اللعبه وبتروح تخطف جاي من البنك وبتحاول انها ترجع له الذاكره بعد ما فهمت انه بيحبها. وفعلا الذاكره بتاعت جاي بترجع في مشهد سحري، وبيكون جاي فاكر اخر حاجه اتكلموا فيها، وبيقول لها تعالى اوريك انا كنت بتكلم عن ايه لما قلت لك انا شفت المكان ده قبل كده. وبياخدها البيت وبيوراها في انعكاس الشباك بيكون في انعكاس للمدينه القديمه بتاعت اللعبه القديمه بتاعت ميلي وكيز، لان انطوان خبى اللعبه القديمه تحت المدينه الجديده ولكن نسي يشيل الانعكاسات بتاعت المدينه. وبتيجي في دماغ ميلي وكيز فكره انهم لو عرفوا يعدوا البحر ويخترقوا الحاجز اللي احنا شفناه من شويه هيقدروا ان هم يشوفوا المدينه القديمه بتاعتهم، وده هيبقى الدليل ان هم اتسرقوا والعالم كله هيشوفه. بس عشان خاطر يقدروا يعدوا الحاجز اللي في البحر ده لازم يبنوا جسر. وجاي بيعرض عليهم المساعده وبيجمع كل الشخصيات اللي في اللعبه وبيقول لهم خطاب مضمونه ان احنا اقوى واهم بكتير من اننا نكون شخصيات ملهاش لازمه في لعبه. ومع الحماس ده كله بينضم لجاي، ودي مش غلطه في الفيلم بصراحه ولا في القصه، بس كل الشخصيات الثانويه دي الاساس بتاعها معمول بالذكاء الاصطناعي، بس جاي الوحيد هو اللي الوعي اتحرك عنده بسبب موضوع ميلي وانه بيحبها وبسبب حاجه تانية هنعرفها قدام. وبيروح جاي مع ميلي في عربيه علشان خاطر يروح للشط، ولكن موزر بيحاول بكل الطرق ان يلحق يدمر الدنيا قبل ما يوصلوا للشاطئ، ولكن بيقدروا يفلتوا من كل ده. ولما بيوصلوا للشط كيس بيقدر انه يبني لهم جسر، بس قبل ما يجروا على الجسر ده انطوان بيأمر ان اللعبه تتقفل تاني، وكل الخسائر دي مش هتبقى مهمه لو العالم كله عرف انه حرامي، خصوصا ان ميلي رفع عليه قضيه. فميلي بتلاقي نفسها بيحصل لها جليتش لان المعلومات بتاعتها كلها بتروح، واللعبه بتوصل من عندها هي وكل اللعيبه حوالين العالم. ولكن بيكون جاي عارف اللي المفروض يحصل، بس قبل ما جاي يتحرك بينزل اللعبه نسخه ضخمه من جاي، وبتحاول النسخه دي انها تدمره قبل ما يعمل اللي هو عايزه. النسخه دي بتفضل نازله ضرب في جاي والعالم كله بيتفرج عليهم لحد ما جاي بيعرف يطلع درع كابتن امريكا وبيحمي نفسه، ويطلع سلاح ليزر وبيسحله في السقف، وبعد كده بيطلع سيف ستار وورز وبيضربه بيه. بعد كده بيروح على الجسر، ولكن المفاجاه ان انطوان ابتدى يدمر السيرفرات بتاعه اللعبه علشان جاي ما يعديش الجسر ده، ويفضل جاي طالع يجري على الجسر علشان خاطر يوصل للنهايه، والمعلومات بتاعته عماله تروح شويه شويه وعمال يحصل له جليتش، وخلاص فاضل له وقت قليل جدا. واول ما جاي بيخلص الجسر بيختفي والعالم كله بيتفرج عليه ومستنيين يشوف ايه اللي حصل له، لحد ما بيظهر هو والمدينه الاصليه بتاعه ميلي وكيس والعالم كله بيفرح. بعد فتره بيتمسك انطوان بكذا تهمه، من ضمنهم انه كان سارق لعبه مش بتاعته وطلع من وراها ملايين الملايين. وميلي وكيس بيقدروا ان هم يبنوا اللعبه بتاعتهم، وميلي بتدخل اللعبه وبتتكلم مع جاي لان جاي اصلا جزء من اللعبه بتاعتهم. او فاكرين لما قلت لكم ان انا هبقى اقول لكم بعد كده ليه جاي بقى هو الوحيد اللي بقى عنده وعي؟ بالظبط، تعالوا نروح للحته دي. جاي بقى عنده وعي بعد ما شاف ميلي بسبب ان كيس كان باني شخصيه جاي على صفات ميلي، وبيحب نفس الحاجات اللي ميلي بتحبها، حتى نفس الاغنيه المفضله بتاعت ميلي هي نفس الاغنيه المفضله لجاي، وكمان بنى حب جاي لميلي زي ما هو بيحب ميلي. فجاي في الصفات صفات ميلي، وفي المشاعر مشاعر كيس، وعلشان كده كان بيحبها. ومن الكلام ده كله ميلي بتفهم ان كيس بيحبها.
بيبدأ الفيلم في أكاديمية الشرطة وتحديدا في يوم استقبال الدفعة الجديدة، وبنشوف كي جون وهو بيودع أمه علشان خاطر هيغيب عنها الفترة اللي جاية بسبب الأكاديمية، وبرضه بنشوف جانج وهو بيودع أبوه، وبعد كده بيحيوا أهلهم وبيمشوا. ولما بيوصلوا لأكاديمية الشرطة بيروحوا على قاعة المحاضرات علشان خاطر يسمعوا التوجيهات الأولية ليهم، والبروفيسور المسؤول عنهم بيقول لهم على الحاجات الأساسية اللي المفروض يعرفوها، وبيقول لهم كمان إن هم هيختبروا لياقتهم البدنية والذهنية لمدة أسبوعين علشان خاطر يشوفوا مين فيهم اللي هيكمل ومين فيهم اللي هيمشي. وبعد ما المحاضرة بتخلص بيروحوا الطلاب علشان خاطر ياكلوا، وهم بياخدوا الأكل بتاعهم كي جون بيكون متضايق جدا من كمية الأكل القليلة وإنه محتاج ياكل أضعافها علشان خاطر يشبع. ولما بيروح ياكل بيلاقي قدامه جانج وبيتعرفوا على بعض وهم بياكلوا، ووقتها جانج بيكون معترض جدا على نظافة الأكل في المكان وشايف إن حاجة زي كده ممكن تسبب لهم سرطان، وكي جون بيستغل حاجة زي كده وبياخد الأكل بتاع جانج لأنه شايف إن هو مش نظيف وبكده يبقى مش هياكله. وبعد الأكل بيروحوا كلهم علشان خاطر يبدأوا التدريب، ووقتها بنشوف إن معظم الطلاب اللي موجودين شايفين إن التدريبات البسيطة دي تقيلة عليهم، ومعظمهم مش بيكون قادرين يتحملوا التدريبات. وبعد كام يوم هم بيتدربوا الضابط المسؤول عن تدريبهم بتأمرهم إنهم يوصلوا لقمة الجبل في أسرع وقت وينزلوا تاني، ولو حد فيهم اتأخر أو ما قدرش يخلص التدريب هياخد شنطته ويرجع على بيته. ولما بيبدأ التدريب كل الضباط بيطلعوا يجروا بأسرع ما عندهم علشان خاطر يوصلوا لقمة الجبل، ووقتها جانج وهو طالع يجري بيقع على رجله وبيتصاب ومش بيعرف يكمل جري عليها، فوقتها بيطلب من الطلاب اللي حواليه إنهم يساعدوه علشان خاطر يلحق التحدي. ولكن بالنسبة للطلاب دول شبح إن هم ينفصلوا من الأكاديمية بيجروا وراهم وبيمنعهم من إن هم يساعدوه فبيسيبوه وبيمشوا. ولكن وقتها بيجي كي جون وبيطلب منه جانج إنه يساعده، وبيوافق كي جون إنه يساعده وبيشيله على ظهره وبينزل بيه الجبل. وفي الوقت ده بيكون كل الطلاب نزلوا من على الجبل ما عدا كي جون وجانج، وقتها الضابط المسؤول عنهم بتكون واقفه قلقانه عليهم لان هم اتاخروا جدا، وفجاه بيدخل عليها كي جون وهو شايل جانج على ظهره ونازل من على الجبل، والاثنين بيعتذروا منها وبيطلبوا منها انها تسامحهم. ولكن وقتها الضابط بتكون مش مصدقه ان كي جون شال جانج طول المسافه، وكانت فاكرهم بيعملوا عليها حوار علشان خاطر ما يتفصلوش. ولكن لما بتسال باقي الطلاب كلهم بياكدوا ان القصه اللي جانج حكاها دي صحيحه. فوقتها الضابط بتكافئ كي جون علشان خاطر ساعد زميله ورغم انه كان ممكن يخسر مستقبله قصادها، وبتجازي كل الطلاب علشان خاطر شافوا جانج وما رضوش يساعدوه، لان هم هنا في اكاديميه الشرطه يعني شغلتهم يساعدوا الناس على حساب نفسهم، وعقابا ليهم بتخليهم يطلعوا الجبل تاني. وبتاخد كي جون وجانج على العياده علشان خاطر جانج يتعالج ويشوفوا اذا كان كي جون اتصاب ولا لا. وفي العياده الاثنين هناك بيتكلموا مع بعض، وفي وسط كلامهم بيلاقوا الخيط اللي هتبدا منه صداقتهم، وبيعدي عليهم الوقت والاثنين بينجحوا في الاختبارات وبيتقبلوا في اكاديميه الشرطه، وبيدخلوا الاكاديميه وبتعدي عليهم الايام والشهور وبيبداوا انهم ياخدوا على المكان والحياه الجديده بتاعتهم. وفي يوم كانوا في محاضره بتتكلم عن الاختطاف، وبيقولوا وقتها الدكتور اللي بيشرح ان اكتر حالات اختطاف بتحصل في المنطقه بتاعتهم تبقى حالات اختطاف لاطفال وبنات في سن المراهقه او اكبر شويه. وبيكمل وبيقول ان اهم وقت لازم ينقذوا في الضحيه هو اول 7 ساعات من وقت الخطف، لان اي حاجه بتحصل للضحايا سواء قتل او اي شيء تاني بيبقى في الوقت ده، لان بيكون المجرم متوتر جدا وممكن يرتكب افعال غبيه، وكمان لان المجرم مش هيعرف انه يسيطر على الضحيه فتره اطول من كده، فلازم يخلص اللي هو عايزه منها في اول 7 ساعات. وقت المحاضره بيروحوا على اوضه تغيير الملابس، وقتها في طالب بيوري كي جون وجانج صوره حبيبته اللي لسه عارفها من قريب، ووقتها بسبب ان الدنيا في الاكاديميه ناشفه شويه فلما بيشوفوا صوره البنت بيحسوا ان في الحياه حاجات تانية احسن بكتير من اكاديميه الشرطه، فالاثنين بيفرحوا جدا وبيسالوه هو عارفها منين وهو موجود معاهم هنا في الاكاديميه طول الوقت. فوقتها بيقول لهم ان هو شافها في نايت كلاب راحوا لما نزل اجازه، فوقتها الاثنين بيطلبوا اجازه وبيجهزوا علشان خاطر يروحوا النايت كلاب ده، ولما بياخدوا الاجازه بيتحركوا من الاكاديميه وبينزلوا على الكلاب، ووقتها هما الاثنين بيكونوا في قمه حماستهم لدرجه اوفر شويه بصراحه، وبسبب كده مفيش بنت رضيت تيجي معاهم سكه بسبب ان شكلهم كان مرعب، لحد ما كي جون لقى واحده ممكن تفتح معاها حوار وراح وقف جنبها علشان خاطر يتكلم معاها. ولكن طلعت البنت دي كانت مستغربه من حركاته وحماسته علشان كده حبت تتكلم معاه، وبتساله هو بيشتغل ايه، فبيقول لها ان هو مش شغال حاجه حاليا وان هو بيدرس في اكاديميه الشرطه. فالبنت بتتراجع شويه في كلامها وبتقول له ان شغله ضابط الشرطه دي ملهاش مستقبل مادي كويس، وانه زيه زي ضباط كتير ممكن يوصل لسن التقاعد وهو في رتبه اي كلام، وقتها كمان لما يبقى كبير في السن وقاعد في بيته ومش قادر يقف على رجليه مش هيبقى معاه فلوس ومش هيكون عنده صحه انه يشتغل. فهنا بيحصل لكي جون حاجه كده انا بسميها لحظه كسر الازاز، اللي وقتها فجاه كل احلامه بتنهار قدامه لانه شاف الواقع الحقيقي، وهو ان هو فعلا ملوش مستقبل مادي كويس. ووقتها بيكون واقف متضايق جدا، وهو واقف بيشوف ان جانج هو كمان مش بيكون عارف يعمل اي حاجه ولا في اي حاجه نفعت معاه، فبيروحوا كافيه يتكلموا في الكلام اللي البنت قالته لكي جون، وهما الاثنين بيشوفوا ان فعلا شغلهم كظباط شرطه احتمال كبير ما يدخلش الفلوس اللي هم كانوا بيتمنوها، بس هو على الاقل حاجه موجوده واحسن من ما فيش، وانهم لازم يفكروا في القيمه مش بس الفلوس. وعشان خاطر يريحوا دماغهم بيقرروا ان هما الاثنين يروحوا يلعبوا اوفر واتش، وهم طالعين من الكافيه بيلاقوا بنت زي القمر معديه من قدامهم، فوقتها بيحسوا هما الاثنين ان القدر بيعمل لهم اسيست علشان خاطر ما يمشوش زعلانين، وبيمشوا ورا البنت، وقبل ما كي جون بيروح يكلمها بيلاقوا ان في عربيه جت وخطفت البنت دي، فبيطلعوا يجروا ورا العربيه علشان خاطر يلحقوها ولكن مش بيعرفوا، فبيحفظوا رقم العربيه وبيطلعوا بسرعه على اقرب اسم شرطه يقدموا بلاغ باللي حصل. ولكن وقتها الضابط اللي مسؤول في الاسم بيقول لهم ان هو خد اوامر من رئيس كوريا شخصيا انه يمسك قضيه اختطاف لحفيد رجل اعمال كبير جدا، وحاليا الاسم كله مركز في القضيه دي ومفيش حد
حد فاضلهم وبيسيبهم وبيمشي، فبيضطروا هما الاثنين وقتها انهم يطبقوا اللي خدوه في الاكاديميه ويروحوا على مسرح الجريمه وبيحاولوا يدوروا على دليل هناك. ووقتها بيلاقوا كيس فيه اكل كان مع البنت ووقع منها وهي بتدخل العربيه، ولما شافوا كميه الاكل اللي موجوده في الكيس عرفوا ان البنت دي مش ساكنه لوحدها، وكمان برضه استنتجوا من نوع الاكل اللي موجوده في الكيس وانها متوفره في كل حته يبقى مستحيل البنت دي تكون جايبه الاكل ده من مكان بعيد عن مكان هي بتقعد فيه، يعني مثلا محل جنب البيت بتاعها او محل قدام الجامعه بتاعتها او الشغل، حاجه زي كده يعني، لان الاكل موجوده في كل حته. فبياخدوا كيس الاكل وبيروحوا على كل المطاعم اللي موجوده في المنطقه بتقدم الاكل ده، وكل ما طباخ يروق الاكل ده بيقولوا ان هو مش بيستخدم النوع ده من البصل ولا بيحط نوع البهارات ده. فبيكملوا تدوير في المنطقه لحد ما بيلاقوا في المكان واحده بتقول لهم ايوه الاكل ده انا اللي عاملاه، والبنت اللي اشتريته شغاله في مكان قريب من هنا. فالاثنين بيروحوا على طول على مكان شغل البنت، ولما بيوصلوا بيشوفوا ان المكان ده ما ينفعش حد يشوفهم فيه، لان المكان ده يندرج قانونيا تحت بند اماكن الدعاره، ولو اتشافوا هنا هيتفصلوا من الاكاديميه وش. ولكن بيتفقوا ان كيجون يقف ويحرس المكان ده، ولو شاف ان في شرطه قربت من المكان لان هو اللي هينزل يسال على البنت. ولما جانج بيدخل المكان بيقول للمدير اللي جوه على مواصفات البنت اللي اتخطفت وانه عايز يعرف عنها اي معلومات، ولكن وقتها الراجل بيفهم غلط وبيجيب له بنت بنفس المواصفات. وبره في الشارع كيجون بيشوف واحد بياكل فبيجوع جدا وبيسيب المراقبه وبيروح ياكل، وبعد ما بيخلص اكل بيلاقي ان في شرطه داخلين المكان اللي جانج فيه. فوقتها علشان خاطر يشتت انتباه الشرطه بيشتمهم وبيطلع يجري علشان خاطر يجروا وراه لحد ما جانج يقدر يخرج من جوه. وتحت في المكان الغريب ده كانج بيكون قاعد مع البنت وبيحاول يفهمها ان هو مش عايز منها حاجه وان هو بيسال عن واحده نفس مواصفاتها، ولما بيشرح لها بتقول له البنت دي شغاله معانا هنا، وبتقول له على عنوانها. ولما بيروح على البيت بتاعها بيلاقوا شاب في المكان، ولما بيسالهم هم مين بيقولوا له ان هم الشرطه. فالواد ده بيهرب من البيت بسرعه، ولكن الاثنين بيطلعوا يجروا وراه وبيمسكوه، ومن تليفونه بيعرفوا ان هو يبقى تبع العصابه اللي خطفت البنت. فبيلزقوه في الحيطه وبياخدوا التليفون بتاعه وبيمشوا، وبيرجعوا تاني على بيت البنت. بيكون عايش مع البنت اللي اتخطفت دي بنتين تاني، والاثنين دول بيكونوا خايفين جدا من جانج وكيجون بسبب ان هم مهاجرين غير شرعيين. ولما نقول هجره غير شرعيه في كوريا الجنوبيه يبقى في اغلب الاحيان المهاجرين دول من كوريا الشماليه، وقليل جدا حوالين العالم اللي بيهاجروا لكوريا الجنوبيه هجره غير شرعيه من بره كوريا الشماليه علشان خاطر صعوبه تعلم اللغه الكوريه، وبسبب ان هم لما يمشوا في الشارع الحكومه هتعرف من وشهم ان هم مش كوريين. فالبنات دول بيكونوا خايفين لا يترحلوا على كوريا الشماليه تاني، ولكن الشابين بيهدوهم وبيجيبوا لهم اكل وبيحاولوا يعرفوا اي معلومات عن البنات اللي اتخطفوا. وبعد ما بيخلصوا استجواب بيدوا البنتين دول فلوس وبيطلبوا منهم ان هم يمشوا من المكان ده علشان خاطر المكان ما بقاش امن، وبيروحوا على العنوان اللي شافوه في الموبايل بتاع الواد اللي مسكوه. وهم في السكه بيقولوا لبعضهم ان العصابه دي ذكيه جدا، وكمان كانت عارفه كويس هي بتخطف مين، لان البنت اللي اتخطفت دي هربانه من اهلها فمحدش هيدور عليها اساسا، واصحابها اللي ساكنين معاها مالهمش ورق ان هم دخلوا كوريا، ولو راحوا بلغوا عليها هم اللي هيخسروا. وفي الوقت ده التاكسي بيوصل للعنوان، ولما الشابين بيشوفوا الشارع بيتصدموا جدا لان طلع العنوان ده في الحي الصيني، وده من اخطر الاحياء في كوريا والجرايم فيه بتحصل زي السلام عليكم كده، والشرطه مش بتقدر تتحكم في المكان. ولما بيدخلوا على العنوان اللي بيكون مطعم والعصابه بتتجمع فيه بيدخلوا جوه وبيقعدوا، وقتها جانج بيعمل اذكى حركه في التاريخ وبيرن على واحد من العصابه من تليفون الواد اللي اتمسك، وساعتها بيشوف ان الراجل ده موجود معاهم في المطعم فبيعرفوه على طول وبيحاولوا ان هم يحطوا خطه علشان خاطر يشوفوا هيتعاملوا معاه ازاي. ولكن اللي جانج ما حسبش حسابه وقتها هو ان الراجل رن على موبايل زميله، واكيد وقتها الموبايل اللي مع جانج هو اللي رن، فبتقوم العصابه علشان خاطر تضرب الشابين. ولكن المفاجاه وقتها ان جانج وكيجون قدروا انهم يضربوا العصابه ومسكوا الشخص اللي تليفونه رن وسالوه عن المكان اللي البنت موجوده فيه، ومع شويه ضرب قال لهم على المكان اللي فيه البنت. ولما راحوا على المكان وخدوا معاهم الشخص ده وقتها جانج بيدور في المكان عن البنت اللي اتخطفت، ولكن بيتصدم لما بيلاقي بنات كتيره جدا مخطوفه كلهم في سن صغير جدا. ولما بيسالوا الشخص ده هم خاطفين ليه كميه البنات دي كلها بيقول لهم ان هم عصابه مختصين في بيع البويضات للستات اللي عندها مشاكل في الخلفه، وبيبيعوها كمان للناس اللي بتبقى عايزه تعمل تجارب طبيه مختلفه. ويقول لهم كمان ان هم بيدوا دواء مضر للصحه للشابات دي عشان خاطر بدل ما ينتجوا بويضه واحده بس في الشهر ينتجوا بويضات كتير ويبيعوا هم البويضات دي، والدواء ده طبعا بيكون ليه تاثير كارثي على صحه البنات دي. وقتها جانج بيكمل تطوير بين البنات على البنت اللي اتخطفت، ولما بيلاقيها بيشوف وقتها ان البنت تعبانه وسخنه جدا تنزف نتيجه لعمليه سحب بويضات منها، فبياخدوا البنت دي على المستشفى وبيقولوا للبنات التانيين ان هم راجعين ليهم تاني. فلما بينزلوا على الشارع بيلاقوا ان العصابه كلها تحت وعاملين عليهم حصار، مش بيكون في اي طريق حواليهم يهربوا منه، والعصابه بتمسكهم وبتمسح بيهم الشارع لحد ما بيغموا عليهم هم الاثنين. وبعد شويه بيصحوا هم الاثنين هم متشعلقين في السقف، وكانج بيحاول يفوق كيجون اللي وقتها بيفك نفسه، اي نعم كسر ظهره فيها بس مش مشكله قوي يعني، وبيقدر ان هو يفك جانج. وهم بيحاولوا يطلعوا من المكان بيلاقوا ان رجاله العصابه كلهم نايمين جوه بعضهم في الصاله، فبيمشوا على اطراف رجلهم لحد ما بيخرجوا. ولكن وقتها الساعه بتاعت كيجون طلع صوت، فالعصابه كلها بتصحى ولما بيشوفوهم بيطلعوا يجروا وراهم، وبيفضلوا هم الاثنين بيجروا من العصابه لحد ما في فارغ الصبر بيلاقوا قدامهم اسم شرطه، فبيدخلوا الاسم وبيقدموا بلاغ وبيقولوا للظابط على كل حاجه. ولكن من منظرهم وهوجتهم في الكلام الظابط بيحس ان هم مجانين وبيطلب منهم الهويات بتاعتهم، ولكن الاثنين ساعتها مش بيكون معاهم اي هويات، فبيقولوا للظابط ان هم طلبوا في اكاديميه الشرطه ويقدر ان هو يتصل بالاكاديميه ويتاكد. ولكن وقتها الظابط بيوافق، فالاثنين بيتعصبوا على الظابط، ووقتها الظابط بيحس ان ممكن حد فيهم يهجم عليه فبيطلع السائق الكهربائي وبيضربهم بيه وبيغمى عليهم. وتاني يوم الصبح بيجي البروفيسور بتاع اكاديميه الشرطه لان الظابط بحث عنهم وكلم العميد بتاعهم، فالراجل جه علشان خاطر يضمنهم ويخرجوا. وقتها
قالوا له على كل اللي حصل في المكان امبارح، ولما راحوا علشان خاطر يشوفوا المكان اللي البنات كانوا مخطوفين فيه ويلاقوا المكان كله اتنضف ومفيش فيه اي حد ولا فيه اي دليل، وقتها بيقولوا له انهم لازم يتصرفوا علشان خاطر يقدروا ينقذوا البنات دي. لكن الضابط بيرفض وبيقول لهم ان الدايره حاليا مشغوله بقضيه مهمه جدا، وقضيه زي دي مفيش ضابط هيبص فيها غير بعد اسبوعين مثلا. وبيكمل كلامه وبيقول لهم انهم لازم يبطلوا اللي هم بيعملوا ده، لان ده في خطر على حياتهم، هم اصلا لسه مش ضباط علشان يعملوا كده. وبيقول لهم كمان ان هم لو ما رجعوش الاكاديميه هيتفصلوا منها. ولما بيرجعوا الاكاديميه هناك بيعرفوا ان اول ضابط قابلوها واللي كانت بتدربهم دي تبقى ماسكه في المرور، واكيد عندها القدره انها توصل لكاميرات المراقبه اللي بتبقى موجوده في الاشارات، فبيتصلوا بيها وبيطلبوا منها خدمه، وبيقولوا لها على رقم العربيه بتاعه العصابه علشان خاطر يعرفوا خط سيرها. فالظابط بتقول لهم ان الموضوع ده هياخد وقت بس هي هتقدر تساعدهم فيه، وبتشيلهم جميله. وبعد ما بيخلصوا معاها بيتفقوا انهم لازم يكونوا مستعدين لانهم هيواجهوا العصابه دي قريب جدا، وبيروحوا يتمرنوا على ضرب النار واستخدام العصايه الحديد علشان خاطر يبقوا جاهزين. وفعلا في يوم هم بيتدربوا بيلاقي الظابط دي بترن عليهم وبتقول لهم على خط سير العربيه، وبتقول لهم كمان ان العربيه دي تبقى تبع عربيه تاني والاثنين شغالين لمركز طب مشهور في مجال التخصيب. لو عرفوا من على النت مكان المركز ومواعيد العمل بتاعته ويوم الاجازه، فبيروحوا ياخدوا اسلحه من الاكاديميه وكمان بياخدوا سدير ضد الرصاص، وبيروحوا يوم الاجازه يستنوا قدام المركز، لان ببساطه لو في اي حاجه مشبوهه هتحصل يبقى اكيد هتحصل يوم الاجازه. فعلا هم هناك بيلاقوا نفس العربيه اللي خطفت البنت داخله على المركز، والدكتور بيكون مستنيهم هو وباقي افراد العصابه. وقتها بيستنوا شويه لحد ما الدكتور ياخد الحاله ويطلع بيها علشان تجهز لوط العمليات، وبعد كده بينزلوا على الجراج، وهناك بيلاقوا افراد عصابه كتير جدا، ولكن هم بيدخلوا يضربوهم بكل حماس، وهم يضربوهم شويه والعصابه تضربهم شويه، لحد ما في النهايه بيقدروا انهم يخلصوا عليهم كلهم، وكلهم بيغمى عليهم وبيسيبوهم وبيطلعوا على اوضه العمليات فوق. ولما بيوصلوا للدور اللي فيه العمليات وقتها بيلاقوا رئيس العصابه بنفسه قدامهم، وبيمسكهم وبيسففهم ازاز المكان كله، ولكن في النهايه قدروا انهم يسيطروا عليه وربطوه بالاساور وسابوه مرمي في المكان. ودخلوا اوضه العمليات وهددوا الدكتور والممرضه وبعدوهم عن البنت لحد ما خدوها وقدروا انهم ينقذوها هي وباقي البنات التانيين. ووقتها رنوا على الشرطه وعلى عميد الاكاديميه بتاعتهم، على الرغم من ان هم عارفين ان هم هينفصلوا، ولكن وقتها ما كانش فارق لهم اي حاجه غير ان هم قدروا ينقذوا ارواح البنات دي. وبعد فتره بتحصل جلسه استماع في الاكاديميه علشان خاطر يحددوا مصير كي جون وجان، ويكون في فريقين في جلسه الاستماع دي. فريق شايف ان قوانين الاكاديميه كانها كلام الهي ما ينفعش حد يتخطاها خالص، واللي هم عملوه ده ضد قوانين الاكاديميه ولازم يتفصلوا عشان يبقوا عبره لباقي الطلاب. والفريق الثاني شايف ان القوانين دي معموله علشان خاطر ينقذوا بيها روح البشر، وده اللي الشباب عملوه من غير ما يأذوا اي حد بريء، وانهم لازم ياخدوا مكافاه على حاجه زي كده علشان يبقوا مثل اعلى لباقي الطلاب. وبصراحه برضو الراي ده غلط شويه، ولكن في الاخر بياخدوا القرار الصح، وهو ان الشابين هيكملوا في الاكاديميه عادي من غير ما يتفصلوا، ولكن في المقابل بيعيدوا السنه وبتفرض عليهم 500 ساعه بيقضوها في خدمه المجتمع، وهو ده فعلا احسن مصير ليهم، لان القوانين مهمه ما ينفعش حد يتخطاها، في نفس الوقت مش لازم تتبع بحذافيرها. ولو انتم شايفين حاجه تاني يا ريت تبقوا تكتبوا رايكم في الكومنتات. وبعد فتره هم في الاكاديميه بتيجي تزورهم البنت اللي هم انقذوها، وبيفرحوا جدا لما بيشوفوها وبيحسوا بالفخر، وبياخدوها جوله في الاكاديميه علشان خاطر تشوف المكان. بيبدأ الفيلم بإن ريتشارد رجل الأعمال بيحكي لنا عن أسطورة قديمة بتتكلم عن أول ملكة تحكم اليابان، وإنها كانت بتستخدم السحر علشان خاطر تقدر إنها تسيطر على شعبها وكله يبقى تحت إيديها. ولكن في يوم قدرت جماعة من القادة اللي تحتها بسبب العنف بتاعها وإن البلد متدمرة قدروا إن هم ينقلبوا عليها ويقصروها كمان، وعلشان خاطر سحرها الخطير بياخدوها بسفينة وهي متكتفة وبيروحوا بقى جزيرة قريبة جدا من بحر الشيطان وبيحبسوها في الجزيرة دي، ولما ماتت اندفنت هناك. وبيكمل ريتشارد وبيقول انه بقاله فتره الموضوع ده شاغل دماغه، انه بقاله فتره عايز يوصل للجزيره دي والمقبره بتاعت الملكه باي طريقه. وبعد تعب قدر ريتشارد انه يلاقي خريطه قديمه فيها مكان الجزيره دي، فبيسيب بنته لارا وبيروح علشان خاطر يدور على مقبره الملكه اليابانيه. لكن لما لارا بنت ريتشارد كرافت بتكبر بتكون على الحديده لان ابوها بعيد عنها من زمان وامها ميته، ولارا بيكون لها اهتمامات كتيره جدا، من ضمنهم مثلا انها لعبه ملاكمه في مستوى عالي، وتكون بسبب الحاله الماديه بتاعتها دي لارا شغاله دليفري بعجله في مطعم. وفي يوم بعد ما بتخلص الشغل بتاعها بتروح تقعد مع اصحابها بتوع العجل، وهناك بتلاقي ان في زي مهرجان كده واحتفال معمول، فبتسال لارا عن اللي بيحصل. واحد من اصحابها بيقول لها ان هم بيحضروا اللعبه، ولما لارا بتساله عن اللعبه بيقول لها صاحبها ان اللعبه دي عباره عن واحد بيركب عجله وفي العجله بتاعته دي صندوق بويا مخروم، والشخص ده بيتسمى الثعلب، والثعلب ده بيجري وراه كلاب صيد. كلاب الصيد دول بيبقوا هم الشباب اللي بالعجل، وان وظيفه الثعلب دي هو ان مفيش اي حد من كلاب الصيد يمسكه لحد ما صندوق البويا يخلص، ولو البويا خلصت فعلا من غير ما الثعلب يتمسك هياخد حوالي $500. فلارا واثقه من نفسها وفي قدرتها على سواقه العجل، فعشان كده بتقرر انها هتلعب معاهم وهتكون هي الثعلب. وبيبدا السبق ولارا بتسبق كل الناس ويبقوا ماشيين على اثار البويا بتاعتها لان هم مش شايفينها قدامهم، لحد ما لارا لقت عربيه كبيره فطلعت عليها بالعجله، وبكده اثار البويا اتشالت من على
على الارض والشباب بقوا في حيره. وبعد شويه بتنزل لارا من على العربيه وبتمشي بالعجله لحد ما بتدخل شارع. واول ما بتدخل الشارع ده بتفتكر ابوها اللي هو ريتشارد لما اعطاها سلسله امها وقال لها ان السلسله دي مهمه جدا جدا، وقال لها كمان انه هيرجع لها حتى لو اتاخر عليه. في السرحان ده لارا بتخبط في عربيه الشرطه هي والبويه بتاعتها وبيتقبض على لارا، ومش بيلاقوا حد يجي يضمنها الا واحده كانت شغاله مع ابو لارا زمان. والست دي بتسال لارا ايه المرمطه اللي هي عايشاها دي، لان ريتشارد سايب لها فلوس كتيره جدا جدا جدا. بس بتكون لارا رافضه انها تقرب ناحيه فلوس ابوها، لان لارا معتقده لحد دلوقتي ورغم كل السنين دي ان ابوها لسه عايش، ولو خدت الفلوس او خدت الاملاك بتاعت ابوها يبقى ده اعتراف منها وتقبل منها ان ابوها مش راجع تاني. وبتروح لارا بعد كده على البيت وبتفكر في قد ايه المنطق بتاعها ده متخلف وانها ممكن تكون غلط في فكرها ده اصلا. ولما تاني يوم بيجي بتروح لارا على الشركه، ولكن الاستقبال اللي هناك بيبقوا فاكرينها حد جاي يقدم على شغله، ولكن لما لارا بتقول اسم العيله بتاعها واللي هو كروفت بيعتذر منها على طول وبيطلعها على المكتب بتاعها. وبتطلع لارا تقعد مع المحامي للشركه والست اللي جت علشان خاطر تطلعها من الاسم اللي اسمها يبقى انا، وبيطلع المحامي ورق علشان خاطر لارا تمضي عليه، وهو ورق نقل ملكيه بس لازم تمضي الاول على ورقه. الورقه دي بتقول ان ريتشارد كروفت اللي هو ابوها مات وعلشان كده هي اللي هتورث الشركات بتاعته. ولما لارا بتمضي بيطلع لها المحامي لغز كان ريتشارد بيديه للمحامي علشان خاطر لما يختفي يديه لارا. ولما لارا بتاخد اللغز اللي هو على شكل لعبه بتفهم على طول اللي فيها، بتعرف ان اللغز ده من ابوها وقاصد انه يقول بيه حاجه. كمان لما بتحل اللغز بتلاقي جوه اللعبه دي مفتاح، فبتطلع تجري على البيت بتاع العيله. ولما بتوصل عند مقابر العيله اللي في البيت لارا بتروح على القبر بتاع ابوها، ولما بتدوس على حرف الار اللي في اسم ريتشارد وبيطلع مكان يتدخل فيه المفتاح ده من الحيطه، ولارا بتحط المفتاح وبتفتح الحيطه. ولما الحيطه بتفتح بتدخل بتلاقي اوضه، والاوضه دي بتبقى مكتب ابوها. وبعد ما بتبص في المكتب بتلاقي في المكتب ده كاميرا مراقبه وجوازات سفر مزوره باسماء كتيره جدا لابوها. ولما بتمسك الكاميرا لارا بتلاقي فيديو من ابوها، وبيقول لها في الفيديو انها طالما بتشوف الفيديو ده يبقى هو اكيد ميت. وكمان بيطلب منها ان كل الابحاث والمعلومات والخرائط وكل حاجه تبع الملكه اليابانيه هو لقاها او اشتغل عليها الحاجات دي لازم تتدمر، لانها ممكن توصل لناس يستغلوا الموضوع ده باسوأ طريقه. ولما لارا بتلاقي الصندوق اللي فيه المعلومات عن الملكه اليابانيه تقرا القصه بتاعتها كلها، وبتقرا كمان ابحاث ابوها والمعلومات اللي هو عارفها، وبتلاقي كمان ايصال دفع من ابوها لبحار معين علشان خاطر ياخده من هونج كونج للجزيره اللي في بحر الشيطان اللي الملكه مدفونه فيها. فلارا لما بتلاقي كل المعلومات دي بتقرر انها لازم تروح على المكان ده علشان خاطر تطمن ان ابوها عايش او ميت. وغير كده برضو عرق حب الاستكشاف بتاع عائله كرافت ضرب عليها جامد، فلارا بتصرف في فلوس وبتروح على هونج كونج. ولما بتوصل لارا هونج كونج بتوصل هناك على المينا اللي ابوها ركب منها السفينه، وهناك بتسال لارا عن صاحب المركب ده اللي وصل ابوها قبل كده اللي بقى اسمه لورين. ولكن وهي في المدينه الشنطه بتاعتها بتتسرق من 3 شباب، فلارا بتطلع تجري وراهم وبتاخد الشنطه من الواد وبتضربه، ولكن الاثنين التانيين بيطلعوا سلاح وبيحاولوا يضربوها، ولكن لارا بتطلع تجري منهم لحد ما وهي بتجري بتلمح المركب بتاع لورين لانها عارفه اسمه من الايصال، وبتروح على المركب ده علشان خاطر تستخبى من الشباب. ولما الشباب بيوصلوا للمركب لورين بيطلع علشان خاطر يمشوا الشباب دول من قدام المركب، وبيسال لارا هي مين وليه راحت له وهو الوحيد علشان ينقذها. ولما لارا بتتكلم معاه بتعرف ان هو يبقى لورين، بس مش بتلحق تكمل كلام لانه بيغمى عليه. وقتها لارا بتدخل المركب وبتحاول تفوقه، ولما بيفوق لارا بتوريه الايصال اللي بينه وبين ابوها وبتساله عن ابوها والمكان اللي هو راحه. ولكن لورين لما شاف الامضه قال لها ان مش هو اللي خد ابوها للجزيره دي انما يبقى ابوه، وابوه بقاله سنين ما رجعش من الجزيره دي من وقت ما راحها. فلارا بتحاول انها تقنع لورين انه يوصلها للجزيره دي، ولكن لورين بيبقى خايف شويه لان البحر ده بيتقال عليه اساطير كتيره جدا. ولكن لارا بتقنعه لما بتديله فلوس كتيره. وبعد مرور كام يوم وهم في البحر بيوصلوا لبحر الشيطان اللي قريب جدا من الجزيره، وبالليل وهم في المركب بتحصل عاصفه وبرق ورعد وكل الاجواء المرعبه دي، وبيحاول لورين انه يسيطر على المركب، ولكن الرياح اقوى من المركب والصخور اللي حوالين المركب عامله زي السيوف اللي محاصره الشخص، وكل ما الرياح تحرك المركب تخبط في الصخور اللي حواليها. ولورا بتقف مع لورين علشان خاطر يشوفوا هم ممكن يعملوا ايه. ووقتها لورين بذكاء بيقول لها تعالى ناخد القارب وننزل على الجزيره، وبتروح لها عشان خاطر تجيب الورق والخرايط بتاعت ابوها من الاوضه، ولكن من السرقعه بتنسى انها تاخد اللغز اللي عرفها كل حاجه من البدايه. ولما بتخرج علشان خاطر يحاولوا يهربوا من المركب قوه العاصفه بتخلي المركب تتدمر، ولارا بتنط في الميه. ولارا وهي في الميه بتحاول انها تحافظ على ثباتها وبتدور على لورين حواليها، ولكن مش بيكون ليه اي اثر، فبتكمل هي سباحه لحد شط الجزيره اللي هي عايزاها. ولما بتوصل للجزيره مش بتلحق تاخد نفسها لان بيجي حد وبيضربها على دماغها. ولما بتصحى بعد فتره بتلاقي نفسها في خيمه، وبتلاقي واحد قاعد قدامها اسمه فوجل. لارا بتحاول انها تدور على الشنطه بتاعت ابوها، ولكن فوجل بيقول لها ان الشنطه تبقى معاه لان هو لما بص جواها حس انها جات له هديه من عند ربنا، لانه كان بيدور على الابحاث دي من فتره وكان محتاجها ضروري، وانها لازم تبقى معاه علشان خاطر تساعده في البحث عن المقبره، لان هو كمان بيدور على المقبره بتاعت الملكه اليابانيه بس لاسباب تانية مش لاسباب تاريخيه والجو ده يعني زي ابوها. فلارا بتسال فوجل عن ابوها. فوجل بيقول لها ان حصل بينهم خلاف من فتره،
واضطر ان هو يقتله. ولارا لما بتسمع الكلام ده بتزعل جدا على ابوها. بعد ما بيسيبها وبيرجع يكمل شغل، لارا بتطلع من الخيمه بتاعتها وبتلاقي عمال كتيره جدا ومتفجرات في كل مكان بيستخدموها في الحفر علشان يوصلوا لقبر الملكه. وبتلاقي وسط العمال دول لورين، وبتفهم ان هنا مفيش حد ينفع يموت حتى الاسرى، لان فوجل عايز يستفاد من كل ايد قادره او مش قادره انها تشتغل، فهو مش هيقتل انسان قادر ان هو يخدمه. ولما فوجل بيبص في ابحاث ريتشارد كويس، بيؤمر الرجاله ان هم ينقلوا مكان الحفر لان هم كانوا شغالين في المكان الغلط. وبتبدا الرجاله في نقل المعدات والخيام وحياتهم كلها للمكان التاني، وان التعب فيه عامل وهم ماشيين بيتعب جدا، وطالما محدش قادر ان هو يشتغل يبقى مصيره الموت. ففوجل بيقتل العامل ده لانه بقى عبء عليه ومش بيساعده في حاجه. ودي برضه كانت رساله للارا ولورين، ودي معناها ان اللي مش بيشتغل بيبقى مش مفيد هنا، واللي مش مفيد مصيره الموت. وقتها قرر لورين انه يساعد لارا في انها تهرب من المكان ده، وبيضرب الحارس قريب منهم، ولارا بتطلع تجري من باقي الحرس. ولكن وهي طالعه تجري بتقع في الميه، وهي في الميه ماشيه مع الطيار بتحاول انها تمسك في اي حاجه، لحد ما بتمسك في جناح طياره مصدي موجود في النهر ده. وبسبب ان الطياره ماسكه نفسها بالعافيه، فلما لارا بتدخل جواها بتعمل حمل زياده عليها، فالطياره بتبدا انها تتكسر وبتنهار، والطياره بتبدا انها تقع في الشلال لان الطياره اصلا كانت متثبته على اخر النهر. ولكن من حسن حظ لارا ان في الطياره دي فيها باراشوت، فبتاخد الباراشوت ده وهي بتقع وبتفتحه، وبتقدر انها تنزل على الارض سليمه بسبب ان المسافه ما بين جناح الطياره والارض كان كبير شويه، فعرفت انها تفتح الباراشوت. وبتفضل لارا تحاول انها تلاقي حل عشان خاطر هي مش عارفه هتعمل ايه على الجزيره دي. ولما بيجي الليل وهي تايهه في افكارها، بيجي راجل من رجاله فوجل وبيمسكها علشان خاطر يوديها لفوجل، ولكن لارا بتقاومه وبتقتله بسبب انها بتعرف تلعب ملاكمه. وبتلاقي وقتها واحد تاني بيراقبها، ولما بيشوفها بيطلع يجري، فلارا بتلحقه قبل ما يرجع يقول لفوجل وباقي الرجال على مكانها، وبتفضل تجري وراه لحد ما بيدخل كهف وفجاه بيقعد مكانه. لارا بتستغرب منه، ولما بتبص عليه بتلاقي انه يبقى ريتشارد كرافت ابوها. كان بيجري منها بسبب انه كان فاكر نفسه بيتخيل بنته بسبب وحدته. ولكن لارا وهي بتعيط من الفرحه تعرف ابوها انها حقيقيه قدامه مش خيال. ولما ريتشارد بيشوف انها مصابه من الحوادث اللي حصلت لها من امبارح الصبح دي، خدها وخلط لها الجرح، ومن التعب نامت. وتاني يوم صحيت لارا لقت ابوها بره وبيحلق دقنه، فبتبدا انها تتكلم مع ابوها. وابوها كان فاكر انها حرقت الابحاث والورق اللي قالها عليها في الفيديو، فبيقول لها ان فوق الحمام متسوح وبيحفر في مكان تاني بعيد عن المكان بتاع المقبره، ويقول لها انها لازم يخرجوا من الجزيره دي في اقرب وقت. ولكن لارا بتعتذر منه لانها بسبب انها ما سمعتش كلام ابوها وما حرقتش الورق، دلوقتي فوجل في طريقه الصحيح لمقبره الملكه. فهنا ريتشارد بيخاف جدا لان المقبره لو اتفتحت هيحصل حاجه كده زي المقابر الفرعونيه، وهيطلع لعنه من المقبره تحل على العالم كله، ودي هتبقى كارثه. فلارا بتقول له انهم لازم يقفوا الفوجل واللي معاه، وتروح علشان خاطر تبدا تكون جيش، وبتعرف المكان اللي لورين ممسوك فيه، وبتروح هناك علشان خاطر تقتل الحارس اللي بيحرسه، وبتحرر لورين وباقي المساجين اللي معاه، وبتتسحب لخيمه فوجل علشان خاطر تسرق منها الورق. وقتها العم ريتشارد كرافت ويجي له اذكى قرار في الحياه، وبيطلع يقف قدام المقبره اللي فوجل قرب يفتحها. فوجل لما بيشوفه بيستغرب جدا، بس بيفرح لانه بيلاقي ان دي فرصه عظيمه، وبيطلب من ريتشارد انه يفتح له المقبره من غير اي تفجير ولا فلوس تترمى على الارض وتعب العمال، وبيهدد ريتشارد. ولكن لارا بتشوفهم وبتقتل واحد من رجاله فوجل، وفوجل بيرفع السلاح على ريتشارد وبيقول للارا انها تبعد من هنا والا هيقتل ابوها. ولكن هذا الشبل من ذكاء الاسد، لارا بتكون عارفه سر المقبره وبتفتحها لفوجل مقابل ان هو يسيب ابوها من غير ما يعمل له اي حاجه. ويدخل فوجل ورجالته ومعاه ريتشارد وبنته على الطريق اللي هيوصلهم للمقبره. كعادة اي مقبره قديمه اثريه بتكون المقبره مليانه افخاخ علشان محدش يسرقها، وهم ماشيين بيموت واحد من رجاله فوجل في فخ بيقابلهم كده في السكه، وبيكملوا في طريقهم ويلاقوا ان الطريق مقسوم بين الطريق اللي هم فيه والناحيه الثانيه مسافه بعيده جدا 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 ومستحيل حد ينطها. وتحت الطريق ده جثث ناس كتيره جدا جدا جدا، ولكن فوجل بيبقى معاه سلم وحاجه زي كده مش بتعطله يعني. وهم في طريقهم بيروحوا للفخ الثالث وبيدخلوا اوضه وبتتقفل عليهم، وبتبدا الارض اللي هم واقفين عليهم منها تنهار ما عدا اجزاء معينه. وبعد شويه تفكير بتفهم لارا ان في لغز لازم يتحل علشان خاطر باقي الارض ما توقعش بيهم، وبيلاقوا في الحيطه احجار ملونه ليها اماكن معينه، ولارا بتستخدمهم في انها تحل اللغز. وبعد كده كلهم بيعدوا عادي للاوضه اللي بعدها، واللي هي بتكون الاوضه اللي الملكه مدفونه فيها. ولما بيفتحوا المقبره بيلاقوا الملكه مش متحلله، ولكن لما القبر بيشم الهواء تبدا تتحلل بسرعه.
وبيأمر فوجل رجالته ان هم ياخدوا الجثه. ولارا وقتها بتشوف من الرسومات اللي على حيطه المقبره ان الملكه دي ما كانتش ساحره شريره زي قصه ابوها، انما هي كانت ملعونه لعنه هتدمر العالم كله، وعلشان كده قررت بنفسها انها تيجي تدفن هنا خاطر تنقذ الكوكب كله من اللعنه بتاعتها. ورجاله فوجل بيحركوا الجثه بتقعد، وانا ورجاله فوجل قلبنا بيقع في رجلنا. ولما الرجاله بيسيبوا الجثه بترجع تاني تنام مكانها. ووقتها واحد من الناس اللي لمست الملكه بيلاقي دي بتتحلل، مخه بيتوه وبيضرب نار على كل الناس اللي معاه في المقبره، ولكن فوجل بيقتله وبيقرر انه لازم ياخد اي تذكار من الملكه دي، ما ينفعش انه يجي كل ده ويدفع كل الفلوس دي علشان خاطر ولا حاجه، وبياخد منها صباع. ولارا بتستغل الوقت ده وبتضرب الحارس وبتطلع تجري بره المقبره. واحد من رجاله فوجل بيجري وراها علشان خاطر يلحقها ويحاول انه يرجعها تاني، وبيكون ريتشارد في المقبره مع فوجل وبيستخبى منه علشان خاطر يقتله، ولكن بيطلع ان الراجل اللي اتحول ده واتضرب بالنار لسه ما ماتش، ويقدر انه يلمس ريتشارد، وريتشارد بيتعدي باللعنه بتاعته. وبتفضل لارا طالعه تجري من الراجل بتاع فوجل لحد ما بغبائه بيلبس في فخ ويموت. ولارا لما بتلاقيه مات ترجع على طول عشان خاطر تشوف ابوها عمل ايه مع فوجل. ولما بتروح على المقبره بتلاقي ان ابوها هناك، وابتدت الاصابه في انها تاثر عليه جامد. وبالعياط لارا بتسيب ابوها علشان خاطر تقدر تلحق فوجل قبل ما يطلع بالصواع بتاع الملكه واللعنه توصل للعالم كله. ولما بتجري وراه بتمسكه وتضربه، وهو كمان بيرد لها الضربه، ولكن في النهايه لارا بتقدر تحط صباع الملكه اللي معاه في بق فوجل، وهو كمان بيتصاب باللعنه وبيموت. وقتها لارا بتلاقي ان المقبره كلها بتنهار، فبتطلع تجري علشان خاطر تخرج من المقبره، والمقبره بتنهار ولارا جواها. ولكن بره لورين بيدور في الحيطان بتاع المقبره، بيلاقي ان لارا لسه عايشه وبيساعدها في انها تخرج. ولان فوجل كان بلغ انه لها المقبره، بتكون في طياره هليكوبتر جايه علشان خاطر تاخده من الجزيره دي. فلارا بتلاقي الطياره دي وصلت، فبتطلع هي والرجاله اللي معاها على الطياره، وبتخلي الكابتن ياخدهم من الجزيره دي وينقذهم. وبعد فتره بترجع لارا على شركه ابو. في الاوراق القانونيه بتاعت الشركه بتلاقي ان في شركه تحت مجموعه شركات ابوها هي اللي كانت بتدي الاكل والسلاح والمعدات لفوجل علشان خاطر يبحث عن الملكه الميته. ولما بتدور اكتر في الاوراق الماليه بتلاقي ان انا مديره الشركه والمسؤوله عن الشركه في غيابه هي اللي كانت مأجره فوجل ورجالته علشان خاطر يوصلوا للملكه دي. كل اللي حصل ده كان بامر من انا. وبتروح لارا تشتري سلاح علشان خاطر تاخد باقي حق ابوها، وبيخلص الفيلم على كده. بيبدأ الفيلم بفيكتوريا كورت وهي نازله من طياره في مكان جليدي وسط العمال عمالين يحفروا في حاجه كبيره، وبتتكلم مع كاراباكس وبتساله انتوا لقيتوا السكراب، فكاراباكس بيقول لها اه لقيناه، والرجاله شغاله بقالها اسبوع وبتحاول تخرجه وهتخلص في حوالي كام ساعه. وبتكون فيكتوريا واقفه بتتابع باهتمام شديد، وبنشوف السكراب اللي جوه المكان ده، وبنشوف حاجه جميله جدا جدا وشكلها سحري، وبنشوف جرايد واخبار قديمه بتتكلم عن بطل خارق في المدينه واسمه بلو بيتل انقذ المدينه، والكلام ده كان زمان. وخبر برضه بيتكلم عن عالم كبير بيعمل ابحاث بتمويل من تيد كورت، وخبر بيتكلم عن ان تيد كورت عمال يضخ فلوس في ابحاث عن تكنولوجيا جديده. وبنلاقي برضه خبر بيتكلم عن اختفاء تيد كورت فجاه، وتولي فيكتوريا كورت الرئاسه التنفيذيه لمجموعه شركات كورت. وبعد كده بنشوف واحد اسمه هايمي وهو راجع من الكليه بعد ما اتخرج، وبتكون عيلته مستنيه بره، وبيتفقوا كلهم انهم هيخلوا اليوم النهارده سعيد ومش هيقولوا له على الاخبار الوحشه دلوقتي. وبيجي هايمي وبيسلم عليهم وبيروحوا يقعدوا في مكانه وبياكلوا. وهم بياكلوا ماليجرو اخت هايمي بتقول لهايمي ان البيت بتاعنا بيضيع مننا، وابوه وامه بيقولوا له ان معاهم 3 شهور بس علشان يقدروا يدفعوا الايجار القديم يا اما يخرجوا من البيت كله. ولما هايمي بيعرف حوار ان هم هيخرجوا من البيت ده بيقول لابوه هنحتاج ان احنا نزود شغلنا في المحل. فماليجرو قالت ان المحل بتاع ابوك اتقفل لانه ما بقاش عارف يشتغل زي الاول بعد ما جات له سكته قلبيه وكان هيموت. وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا على البيت، وبالليل بيقعد هايمي واخته ماليجرو على البيت من فوق وبيراجعوا ذكرياتهم في البيت لحد ما بيقول لها خلاص انا اتخرجت ومعايا شهاده كويسه فاكيد هلاقي شغلانه حلوه واقدر انقذ البيت. وبعدها بنشوف هايمي واقف في مكان حلو جدا واخته بتندم عليه علشان يجي يساعدها في تنظيف المكان. وبنعرف من الحوار اللي دار بينهم ان هايمي حاول يلاقي شغل بس محدش رضي يشغله علشان خاطر هو ما عندهوش اي خبره. وبنعرف ان البيت الكبير ده يبقى بتاع فيكتوريا كورت او واحد من ضمن كذا واحد، يعني احنا هنختصر فيكتوريا لفيكي. وبتبقى فيكي ماشيه ومعاها على طول كاراباكس، وبتيجي بنت اخوها جينيفر كورد بنت تيد كورد اللي قرينا عنه في اول الفيلم، واختصارا لاسمها هنقول عليها جيني. وفيكتوريا بتسالها انت بتعملي ايه هنا؟ فجيني بعصبيه بتمسك الريموت وبتفتح التلفزيون وبنشوف اعلان لحاجه اسمها اوميج، وده جهاز بيركب على الظهر بيتصل بالمخ وبيمنع عن طريق التكنولوجيا جسم حديدي على جسم الانسان، وعن طريق المخ بيخلي الانسان العادي عباره عن ماكينه قادره انها تدمر جيوش مش افراد قليله. فجيني بتقول لعمتها هو مش احنا وقفنا التكنولوجيا دي من زمان؟ عمتها بتقول لها اهدي شويه، ده اوميج هو مستقبل التكنولوجيا ومستقبل الشركه، وعلشان تخفف التوتر ده بتعزمها على حفله بالليل.
وهم طالعين جيني بتقول لها اللي انا اعرفه ان احنا مش بنعمل اسلحه دلوقتي. ففيكتوريا بتقول لها احنا مين؟ انت مجرد واحده بتاخد فلوس من الشركه ومالكيش راي في اي حاجه، وقاعده مكان ابوكي اللي سابك ومشي وساب الشركه واختفى، وانا اللي بنيت الشركه تاني. وبيكون هايمي واقف في مكان قريب منهم وشايفهم. ولما فيكتوريا بتتعصب على جينيفر بيدخل كارباكس وكان هيلمت جيني، فهايمي بيدخل وبيبعدوا عنها، وبتروح فيكتوريا لهايمي وبتطرده من الشغل هو واخته. وهايمي وماليجرو مستنيين العربيه اللي هتجيلهم. بتطلع جيني وهايمي بيتكلم معاها، وجيني بتقول له خد رقمي وعدي عليا في الشركه وهجيب لك شغلانه احسن من دي 100 مره، وبتشكره وبتمشي. وتاني يوم بيروح هايمي على الشركه وهو مجهز نفسه وبيكون قاعد مستني المقابله. وفي الوقت ده بتكون جينيفر راحت المعمل الطبي، وهناك بنلاقي السكراب وبتاخدها وبتخبيها وبتمشي. وهي في الاسانسير هايمي بيشوفها وبيفضل يجري وراها لحد ما بيوقفها وبيتكلم معاها، وجيني بتقول له ده مش الوقت المناسب ان احنا نتكلم، بس هايمي بيفضل مكمل كلام. وبيدخل الدكتور اللي مسؤول عن المعمل وبيلاقي ان السكراب اختفى، فبيبلغ الامن والشركه كلها بتتقفل. ولما جيني بتشوف ان الانذار اشتغل بتدي الكرتونه اللي فيها السكراب لهايمي وتقول له خلي بالك من الحاجه اللي هنا وما تفتحهاش، وبتخرجه من المكان. ولما هايمي بيرجع على البيت اسرته بتساله ايه اللي في العلبه، ولما بيقول لهم ما اعرفش بيصروا عليه انه يفتحوا العلبه. ولما بيلاقوها حشره كبيره حديد كده بيمسكوها وبيقعدوا يرموها لبعض لحد ما هايمي بياخدها منهم. وقتها السكراب بينور وبيلزق في وش هايمي، ولما عمه بيحاول انه يشيله من على وشه بيتكهرب وبيترمي بعيد، والسكراب بيدخل جوه هايمي وبيطلع في ظهره وبيلزق هايمي في السقف. وساعتها بيبتدي يطلع له مخالب وجسمه كله بيتغير لحد ما البدله بتغطيه كله، وعيلته بيبقوا واقفين مصدومين من اللي شايفينه. وبيسمع هايمي صوت في دماغه بيقول لقد تم اختيار المضيف ويتم تهيئه النظام. وبعد كده البدله بتعمل اختبار لكل الامكانيات بتاعتها، وهايمي واقف مع عيلته ومحدش فيهم فاهم حاجه. هايمي بيخرج السقف وبيطير وبيفضل طاير لحد ما بيطلع بره الغلاف الجوي، ومره واحده البدله بتفصل وهايمي بيكون نازل على الارض وبيقرب منها وخلاص هيموت، بس بيطلع جناحات كده زي الفرامل من البدله بتوقف هايمي على اخر لحظه. وبيفضل هايمي مع البدله وهي بتعمل اللي هي عايزاه من غير ما يكون فاهم اي حاجه. وبيقع هايمي على العربيه وهو واقف خايف. بيجي اتوبيس كان هيدخل في هايمي، بس البدله بتقسم الاتوبيس ده نصين علشان ما يخبطش هايمي. وفي بيت هايمي بيكون جزء من عيلته فاكرينه انه بقى ممسوس، وجزء تاني فاكرين انه اتخطف. وامه بتكلم الشرطه علشان يرجعوا لها ابنها، بس الشرطه مش بتصدق اي كلام من اللي بيتقال. وهي على التليفون مع الشرطه بتلاقي هايمي نزل من السقف، ولما بيقف بيغمى عليه. وبالليل لما بيصحى بيبقى صاحي متوتر جدا وبيحاول يقنع نفسه ان اللي حصل ده كله مجرد اوهام، بس هو بيلبس بيشوف السكراب في المرايه وبيتصدم. وبيطلع من الاوضه وبيكون رايح لجيني، وعيلته بتفكر انها ترن على البوليس، لكن عم هايمي اللي اسمه رودي بيقول ان الحكومه والكرد شغالين مع بعض. وهنا انا هقاطع بس واقول ان رودي اساسا عايش في نظريه مؤامره كبيره جدا في دماغه. وبيكمل كلامه بيقول ان بعد ما الحكومه تعرف هيجوا هنا علشان يطلبوا ورقنا. ويوجه كلامه لاخوه بيقول له وانت ولا امك اكيد عايزين حد يشوف ورقك. وهايمي بياخد عربيه رودي وبيطلع على الشركه بتاعت جيني، ولما بيوصل بيلاقي هناك وطلعت تتسحب من الناس، وبتركب العربيه بتاعت هايمي وبيهربوا لان بيكون في ناس عمالين يضربوا عليهم نار. وهايمي بياخدها في عربيه رودي وبيرجعوا على البيت بتاعه. وهم هناك جيني بتتعرف على العيله، بتسال هايمي على السكراب، وهايمي بيوريها السكراب في ظهره وبيسالها ايه هو ده، فبتقول له ان ده سكراب كان مع ابويا زمان وهو يعتبر سلاح مدمر. ووقتها ماليجرو بتساله طيب اما هو سلاح مدمر ليه عطيتيه لاخويا؟ جيني بتقول لها ان ابويا زمان قال لي ان السكراب ده مش اي حد يقدر يفعله، لازم هو اللي يختار المضيف بتاعه، وكده هو اللي اختار هايمي. ولما هايمي بيسالها ازاي اقدر اخليه يبعد عني، فبتقول له ان في مكان وحيد يقدروا ياخدوا منه الاجابات، ولازم نتحرك بسرعه قبل ما فيكتوريا تعرف انها لو عرفت هتجيب القتله المأجورين تاني، بس المره دي هيقتلونا. فعيله هايمي بتتعصب جدا لما بتسمع ان هم في خطر، فابو هايمي بيهديهم وبيقول لهم في ايه، ما احنا ياما عدينا بظروف اوحش من دي، واي حاجه هتيجي هنعرف نتعامل معاها. وبتقول جيني ان في مشكله بسيطه، وهي ان قبل ما يروحوا المكان اللي هم عايزين يروحوه لازم يروحوا لمقر كورد الاول علشان يجيبوا حاجه من هناك، بس المكان اكيد متامن جدا ومش هيعرفوا يدخلوا. وهنا بيدخل رودي وبيقول لهم ايه هو نظام الامن اللي هناك، لانه شغال على جهاز من فتره والجهاز ده هيقدر انه يحل اي مشكله نظام امني. وكاراباكس بيروح لفيكي في الحفله وبيقول لها ان في مشكله، وبنعرف من الحوار اللي دار بينهم ان كاراباكس ملازم وكان على مستوى عالي جدا في القتال، لحد ما فيكي لقيت وحولته لاول مثال للجندي اللي معاه اوماكس. كاراباكس مديون ليها بسبب ان لما فيكي لقيته كان جسمه كله مشلول وكان في حاله متدمره، وهي اللي خلته يمشي تاني ويقاتل ويبقى اقوى من اي حد. وكاراباكس وبمناسبه ان هو ملازم فانا هقول عليه الملازم لان كاراباكس دي تقيله شويه بصراحه، وكده كده هنقول اسمه كتير. فالملازم بيقول لها ان جيني هربت، كاميرات شافت انها بتهرب مع حد والشخص ده بيساعدها، ففيكي بتقول له هاتهم لي هما الاثنين ومعاها السكراب، لان من غير السكراب اوماك ملوش اي لازمه. وبتوصل جيني وهايمي ورودي على الشركه، ورودي بيشغل الجهاز بتاعه وبيخترق الكاميرات والانظمه الامنيه اللي في الشركه. ولما الامن بيحاول انه يحل المشكله دي كذا مره ومش بيلاقي امل بيرنوا على الملازم، وجيني وهايمي بيدخلوا جوه يدوروا على الحاجه اللي هم عايزينها.
اللي هي مفتاح لحاجه ضروريه قوي. وتتكلم جيني مع هايمي وبتقول له ان فيكتوريا هي اللي بنت الشركه دي مع جدي زمان، بس لما جدي مات ساب كل حاجه لابويا اللي هو تيد اخو فيكتوريا. ففيكتوريا بعد ما تيد اختفى سعت بكل الطرق انها تمسح اثار تيد من الوجود، لان سياسته في اداره الشركه مختلفه عنها هي وابوها. وبتاخد جيني المفتاح وبتمشي، وهي خارجه مع هايمي بيجي كاراباكس وبيسالوا على السكراب وبيجري عليهم، وكان هيضرب جيني فهايمي صد الضربه وتحول بسرعه وبيضرب الملازم وبيرميه بعيد، والملازم بيتحول هو كمان بالاماكن اللي معاه. وبدله هايمي بتقرر انها تشتبك مع الملازم وبتاخده وبتطير، بس الملازم بيضرب هايمي بعيد وبيضرب عليه نار من ايديه. وبتجري جيني على رودي وبتقول له على اللي بيحصل. ولما البدله بتلاقي هايمي بيدعس كده بتقرر ان هي اللي هتاخد السيطره، وبتكون طاقه كبيره وبتفجرها في الملازم وبيطير وبتضرب عليه ليزر وبتطلع سفين وبتكون رايحه تقتله. فهايمي بيقول لها لا بلاش قتل، وبيستغل الملازم الفرصه انه ما ماتش وبيقوم يسحل هايمي وبيقول له لما جات لك الفرصه انك تقتلني كنت قتلتني، انت اللي غلطان. وكان هيقتل هايمي، لكن عمه رودي جه ورمى عليه بالعربيه جهاز خده في وشه وطار، وخد هايمي وهربوا. وهاخد بريك ثواني هنا واقول لو بتتفرج على الفيديو ووصلت لحد هنا يبقى اشترك في القناه علشان نوصل ل 1000 مشترك، هو ده الهدف حاليا واحنا قربنا منه، فيا ريت نزقها سوا لحد ما نوصل ل 1000 مشترك. وان شاء الله كده الملخصات اللي جايه هتبقى كلها حاجه فاخره، بالاشتراك مش هيخسرك اي حاجه. وبنرجع تاني للفيلم، جيني بتاخدهم على مخبأ امن وبتفتح مخبأ تحت الارض، ولما بينزلوا تحت رودي بيكتشف ان ابو جيني اللي هو تيد كورد كان هو البلو بيتل. ولما هايمي بيساله ايه هو البلو بيتل، رودي بيقول له ان ده كان بطل خارج زمان قبل ما انت تتولد، وهم هنا علشان التقنيه اللي ابوها صنعها ممكن يقدروا يخرجوا السكراب بيها. وبعد شويه بحث من رودي بيعرفوا اول حاجه ان السكراب اسمه كايجي دا، وتاني حاجه هي انه مش مصنوع على كوكب الارض، وكمان عندها وعي ذاتي، يعني مش مجرد شويه اكواد بتنفذ اللي بيتقال لها، ولو اتامرت امر هي مش مقتنعه بيه مش هتنفذه. اول حاجه بتعملها لما بتدخل جسم حد هي انها بتحاول تتواصل مع المخ علشان يبقوا كيان واحد. ولما بيتسال وعرف ازاي يخرجها قال له ايوه، بس المشكله انها لما تخرج لازم الجسم يموت لانها مرتبطه مع كل خلايا الجسم وبتحاول تسيطر على المخ، وهي بتعمل كل ده بسبب انها بتحمي المضيف بتاعها، وفي لحظات الخطر هتسيطر هي علشان تحمي المضيف. ولما بيعرف هايمي ان ملهاش اي حل بيطلع يقعد على السطح وهو متضايق، وهم على السطح بيشرحوا من الطياره بتاعت فيكتوريا رايحه على بيت هايمي، وبتوصل فيكتوريا والرجاله بتاعتها على بيت هايمي وبتمسك العيله وبتهدده، وبيجي هايمي يضرب الناس اللي واقفين، ولما بيضربوا نار على عيلته بيقف هايمي يحميهم بالدرع بتاعه. كل ده وفيكتوريا منبهره بامكانيات السكراب، وبيطلع هايمي الليزر وبيضرب الناس علشان تبعد عن عيلته، وعيلته بتستخبى وبيفضى هايمي للجنود وبيفضل يضرب فيهم بالليزر اللي معاه وبينفجر البيت بتاع هايمي. وابوه هو بيهرب وبسبب عمليه القلب اللي عملها قبل كده بتجيله سكته قلبيه وبيموت. ولما هايمي بيشوفه بينهار وبينسى يدافع عن نفسه، ووقتها الملازم بيضرب عليه مخلب وبيكلبشه وبيخطفه. وتاني يوم والعيله زعلانه على موت الاب وخطف هايمي، الجده بتقول لهم احنا لازم نساعد هايمي وما نسكتش، وبتيجي جيني وبتقول لهم انا عارفه مكانه، وبتاخدهم على الطياره بتاعت ابوها القديمه وبيروحوا علشان ينقذوا هايمي. وهم في الطياره جيني بتوريهم الاسلحه بتاعت ابوها، وميليجرو بتستغرب ان في وسط الاسلحه دي كلها لبانه او علف، فجيني بتقول لها لا دي مش زي ما انت فاكره، دي حاجه تاني بابا كان عاملها مخصوص علشان. وميليجرو بتختار يد بتتلبس كده وبتطلع ايد كبيره ينفع تضرب بيها، وكمان بتطلع درع. والجده بتختار ماشين جن كبير، ولما بتتسال انت ازاي بتعرفي تستخدميه بتقول لها في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش عن جدتك. وهم بيحطوا الخطه بيشوفوا الحصن اللي هيخترقوه، والجده بتقول انا اخترقت حصن زي كده قبل كده، وبتقول الام لما نخلص من هنا على خير هنبقى نتكلم عن تاريخ جدتك الثوري. والجده بتحط لهم الخطه لان هي الوحيده اللي عندها خبره عسكريه. وبيصحى هايمي ولما بيفوق بيلاقي قدامه فيكتوريا والملازم نايم على جهاز والدكتور موجود، وفيكتوريا بتقول له الجهاز اللي اختارك ده هو مش بتاعك، وعلشان كده انت هنا علشان نقول الشفره بتاعتك للملازم. ولما الدكتور بيعترض وبيقول لها كده ممكن يموت بترد عليه وبتقول له مش مشكله، وبيبدا الدكتور وهو مش مقتنع في نقل البيانات. وبيوصل رودي والجماعه على المكان وبيدخلوا في الحصن بالطياره بتاعتهم، والجنود بيحاصروهم وبيضربوا عليهم نار من كل حته، بس رودي بيفتح عليهم غاز وبيخلص من الحصار ده. وبنرجع تاني لهايمي اللي بيندمج مع كاجي دا، والاتنين بيبقوا واحد، ولما الشفره بتتنقل منه مش بيموت. وماليجرو وجيني الاثنين بيفجروا وصلات كهربائيه، والجهاز اللي هايمي مربوط فيه بيفصل، وهايمي بيعرف يفك نفسه وبيهرب، وهو بيهرب بيحاول انه يشغل كاجي دا، بس في كل مره كانت بتقول له ان النظام كله بيتعمل له اعاده تشغيل ومش هينفع يشتغل دلوقتي، وبيتحاصر من الجنود من غير ما البدله بتاعته تشتغل. وقبل ما الجنود يقتلوه بتيجي الجده وبتخلص عليهم كلهم. وجيني وماليجرو ماشيين بينهار عليهم جزء من الكهف، وكل واحده فيهم بتنفصل عن الثانيه، وبتيجي فيكتوريا وتخطف جيني، وماليجرو طالعه تجري بتلاقي الجندي واقف فبتطلع الكهف وبتضربه بيه، ولما بتلاقي جنود كتيره بيضربوا عليها نار بتطلع الدرع وبتحمي نفسها لحد ما بيجي هايمي والبدله بتاعته شغاله وبيمسكهم يضربهم، ولما بيتضرب عليه قذيفه بيصدعه وبيكمل ضرب في المجموعه الجديده، ولما بيحاصروه على الارض بيشحن نفسه طاقه وبيفجرها فيهم، وهو واقف مع عيلته بيتضرب قذيفه من الملازم وبياخده وبيطير. ولما هايمي بيحاول يضربه كاجي دا قالت ان الملازم دلوقتي بقى اقوى بكتير جدا من زمان. هما في الفايت هايمي بيعرف ان لو تخيل اي سلاح
كاجي ده هيعرف يعمله له. فبيطلع سيف كبير جدا، ولما بيضرب بيه في الارض بيطلع طاقه بتاخد الملازم وبيطير بعيد، وراح هايمي ينط عليه وبينزل عليه بالضربه، ولكن الملازم بيصدها وبيضرب هايمي في بطنه وبيطير بيه وبينزل بيه على ظهره وبيكمل فيه ضرب. وكاجي ده بتقول له انه مش هتقدر تحميه تاني، وكان لسه هيقتل هايمي، فرودي بيرمي عليه طوب علشان يسيب هايمي، فبيضرب عليه قذيفه، فهايمي اعصابه بتنفجر جدا لما بس افتكر ان رودي مات، وبيمسك الملازم يسحله في كل حته وطلع سيف وكان هيقتله. فكاجي ده وقفت هايمي وقالت له شوف الذكريات بتاعته قبل ما تقتله، وهايمي بيشوف الذكريات وبيشوف ان الملازم كان مجبور جدا على كل الكلام ده، وما كانش في اي حل تاني بعد ما جسمه اتدمر بسبب قنبله لما كان في الجيش. وحتى لما كان طفل فيكتوريا شالته وكانت بتجبره يعمل حاجات هو مش راضي عنها. وفيكتوريا بتخطف جيني وبتاخدها في طياره وبتتكلم مع جيني وبتقول لها انها دلوقتي معاها شفره السكراب وتقدر تصنع الالاف من القماش. وهما بيتكلموا جيني بتطلع اللبانه وبتاكلها وبترميها في الطياره، وبتطلع منها ماده بتملي الطياره كلها، وبتنط من الطياره هي وفيكتوريا في البتاعه دي. وبنرجع تاني لهايمي بعد ما شاف الذكريات دي، كان برضه هيقتل الملازم، ولكن لقى ان رودي لسه عايش وجاي له علشان خاطر ياخده ويمشي، فمش بيقتل الملازم. ولما فيكتوريا بتيجي وبتغر الملازم انه يقتل هايمي، بنعرف ان فيكتوريا كانت ماسحه كل الذكريات بتاعته، ولما افتكرها شحن نفسه باكبر كميه من الطاقه وفجر نفسه فيها، وبيهربوا كلهم من المكان وهو بينفجر، وبيرجعوا كلهم على البيت علشان خاطر يعمروا تاني. اللي بقت المديره التنفيذيه لمجموعه شركات كورد، وبتقابل هايمي وبتجيب عربيه جديده لرودي بدل اللي بوظتها له، وهايمي بياخدها وبيطيروا، ونشوف المخبأ بتاع تيد كورد الكمبيوتر شغال وفي رساله من تيد كورد بنفسه وبيقولوا فيها قولوا لبنت جينيفر ان انا لسه عايش.